يا مساء الفل ويا مساء الجمال على كل اللي بيسمعونا وبيتفرجوا علينا على بودكاست توتو كوره. زي ما حضراتكم متعودين بيبقى معاكم كل اسبوع خالد عامر. محمد الشاعر. يا جماعه ايه الاخبار؟ المره دي يعني قلنا نعمل تويستايه صغننه كده اهوت. مش معانا عمر شاكر، انتوا حاولتوا اخر مرتين كان معانا عمر شاكر. المره دي معانا واحد من اصدقائنا المتابعين جدا للكره المحليه والكره العالميه وتحديدا الكره الايطاليه. وزي ما حضراتكم عارفين احنا متعصبين شويه لاس ميلان، او يعني مش عايزين نقول بس ما حدش يفضحنا ان احنا كلنا مشجعين اس ميلان، فبنروح اكتر للناس اللي بيشجعوا اس ميلان زينا. هنروح بعد كده اللي بيشجعوا الانتر واليوفي وكل الحاجات الظريفه دي. بس خلينا نبدا بالناس اللي احنا بنحبهم الاول وبعدين نروح للناس اللي احنا ما انت بنحبهمش. قصدك الانتر اللي خسر امبارح من ما احنا هنروح، ما احنا جايبين الراجل بقى عشان يقول برضه. أقول. فبما اننا بنروح الاول للناس اللي احنا بنحبهم، فخلينا نرحب بضيفنا النهارده، واحد من اعضاء رابطه اي سي ميلان، الرابطه الرسميه لاي سي ميلان في مصر، وصديقنا العزيز عاصم راجل. يا عاصم مساء الفل. حبيبي يا خلود، اخبارك ايه؟ كله خير، كل جود. كله زي قرب من الفل. المايك كده عشان الناس تسمعك كده وتنبسط كده بيك. كده تمام. محترم قوي على المايك قوي قوي يعني قوي قوي حاسه متشيك يعني. قوي وجاي. انت جاي، انت مش هتقعد مع الاتش بس ما بلبسش كاب. بس ما بتلبسش كاب صحيح. لا جماعه الباشا اللي لسه بيساعد عندي شعر. دي ايدنتي لو سمحت. identity. لا انا identity لو شيك سمحت. قوي النهارده على ان انا هاجي اعمله فيكم قوي قوي قوي. بصراحة. انتوا الاثنين متشيكين وانا حاسس تمام. ما انا علينا. كان عندي ميتنج في الشغل، انا ما اعرفش عاصم كان عنده ايه، بس انا كان عندي ميتنج في الشغل ما لحقتش ماشية أروح meeting. ماشي ميتنج. طيب ازيكم؟ يا رب اسبوع جميل على حضراتكم، يا رب اسبوع كان خير وكان مثمر بالنسبه لحضراتكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. خلينا نديك دايف او ندايف على طول في الحلقه. عايزين تبداوا بايه؟ انا عايز انا اقول عايز ابدا لكم بالميلان الصراحه. نبدا بالمينا، بس انا عايز كنت هقول لك حاجه. انت عارف رئيس رابطه اي سي ميلان في مصر، رئيس Yes. رابطه اي سي في مصر، رئيس رابطه اي سي ميلان في Yes. مصر. رؤساء تلاتة. سابقين. تلاتة. احنا ما ديمقراطيين نخبطش. قوي على فكره. بس انا ما كنتش رئيس. لا انا احنا كنت نائب الرئيس وقائم باعمال الرئيس عشان الرئيس بتاعنا كان في واحد. انت بقيت رئيس بقى. طبعا عمر المنبي يعني بنحييه من هو الكاميرا. برضه من ضمن الناس اللي هي ما عندهاش حاجه اللي فوق. هي إيه يا عم؟ اللي هي انت هتسويني هنا ولا اللي هي إيه؟ عندها كام. الناس اللي بتلبس كابات. يا عاصم، حبيبي ماتش عكس التوقعات بالنسبه لي على الاقل، على الرغم ان الميلان مقدم موسم ممتاز، على الرغم ان هو لعب ماتشات كويسه جدا قدام فرق القمه، تحديدا قدام روما، قدام نابولي قدر ان هو يكسب، ما قدرش يكسب اليوفي بس ضيع 3-4 كور قدام الجون كان الاقرب للفوز على اليوفي. ولكن الديربي ليه حسابات مختلفه، لم تكن له حسابات مختلفه في ارض الملعب. طلع اكتر من بودكاست اتكلم على فكره انه الماتش كان وان سايد جيم لصالح الانتر، وانه الميلان كان محظوظ اكتر ان هو كسب الماتش، انه الميلان ما قدمش ما يستحق عليه ان هو يكسب بس كان محظوظ. هل انت شفت الماتش؟ على الرغم خلينا برضو في صفحات انتريستا قالت انه الميلان كسب عشان أليجري كان اكثر واقعيه في ارض الملعب من الانتر، ساب له الاستحواذ، ما كانش خطر خالص على الجون، ولكن الميلان قدر ان هو يخطف كوره ويلعب بواقعيه بعدها هي اللي اهلته ان هو يفوز بالماتش. انت رايح ناحيه اني واحد من الاثنين؟ أليجري كان واقعي ولا الميلان كان محظوظ؟ الاثنين يمشوا، الاثنين بالظبط. يمشوا. اولا خلينا بس نقول ان هي ما كانتش مفاجاه بالمعنى الحرفي. انا بالنسبه لي مفاجاه والله. ما اعرفش فجاه ليه انت بتشجع اسمنت اسيوط يا ابني؟ انت ايه يا عم انت؟ يعني إيه؟ عارف انت بتلعب في فرقه ما فيهاش غير خط وسط، ما عندكش ليه يعني؟ دفاع، ما عندكش هجوم، ما عندكش حاجه. بس بقى عندك منظومه بقت واضحه، بقى عندك بقيت منظومة، انت ده حقيقي. عارف انت نازل ملعب تعمل ايه. صح. حتى الفرق الصغيره اللي انت اي نعم لسه بتتعثر قدامها، مهم. بس انت برضو بتوصل للجول كتير. مم. انت بتتكلم قدام بارما، لولا رعونة اللعيبه ماشي كنت تقدر تكسب فرق 2-3 مستريح. مم. حتى بارما الاهداف اللي طبعاً. دخلت فيك اخطاء فرديه بحت. مم. تمام، في تمركزات او في التحامات من ناحيه الشمال من ناحيه ستوبنيان او الكلام ده كله. ماتش بيزا انت ما كنتش مستباح، والفرصتين اللي جم من عندك فرصتين بغلطات فرديه مم. بحته، سواء ضربه الجزاء تمام او الجول التاني اللي كان دربكه كده بانفراد بحاجه غريبه في توقيت غريب، وبرضه كنت قادر ان انت تخلص الماتش في اخر لحظه بكره سلاميكس. مم. تمام. انت فعليا الماتشات اللي لعبتها وحش، تقدر تقول ان انت وحش في الدوري. هي ماتش اللي منهم انتر. ماتش الانتر بالمناسبه عشان نبقى متفقين. اللي هو الماتش اللي فات ده. بالظبط. اوكي. ماتش اتلانتا
مش آه. وحش ماتش اتلانتا لا لا يعني سيء. رايح جاي ما كانش ده مش سيء. انت كنت رايح جاي في ماتش نابولي بس صنعت فرص، ده حقيقي. والفرص اللي جت لا عليك بس قصدي ماتش اتلانتا انت مش اللي هم بقى متسيدين وضاغطينك زي الانتر ومش عارف مش إيه. لا. متسيد، بس انت انت مش بتلعب. قادر تفرض الاسلوب بتاعك عن طريق انماط خروجك بالكوره، عن طريق مرتداتك، عن طريق التحولات احنا كنا بنلعب بتاعتك. عندهم انت ما صح؟ كنتش قادر تعمل ده. أي ماتش؟ عندهم ماشي. كنت بتلعب عندهم اتلانتا اتلانتا كنت بتلعب في ماشي. برجامو. تمام، فانت ما كنتش قادر تفرض دنيتك ولا هم رغم ان انت كنت اسوأ من انتر بكتير في الديربي. يعني بس اتفرج على الجول بتاعك، هو ده الاسلوب بتاعك اللي انت بتطبقه من اول موسم. انت كنت قادر تطبقه بس في عز عاصم، ما انت سيء. انت امتى هتفضل تراهن على مودريتش، وامتى هتفضل تراهن على رابيو، امتى هتفضل تراهن على فكره ان هم موجودين طول الوقت في الاماكن الحساسه اللي الفرقه اللي قدامك بتصنع منها خطوره، هو موجود عشان يلم من ورا اللعيبه، هو موجود عشان يقطع الكوره قبل ما تتحول لكوره خطيره. امتى هتفضل تراهن على القدرات الفرديه او الوعي التكتيكي اللي عند اللعيبه، مش على فكره المنظومه؟ عشان نرد على السؤال ده لازم بمنتهى البساطة يبقى عندنا أصلا وعي بالهيستوري بتاعت الميلان، الهيستوري القريبة بتاعت الميلان في الفترة الأخيرة آخر كام سنة. أنا بتكلم في لعيبة زيرو عقلية، منتاليتي أبيض يا ولد. لا ليه عندك رافائيل معلش. لياو؟ صباح الفل. ده هو ده اصلا ده اول مثال. يعني هو تقريبا انت ده الستايل بوك عارف. ده هو اصلا طلع ذات نفسه قال. انت بتتكلم في لعيبه دايما خايفه من فكره الخساره، دايما ما عندهاش استمراريه، دايما ما عندهاش فكره ان انا ليا الابر هاند في الماتش. وده اللي أليجري قال. حتى في عز ما ده اللي احنا هنجيله. انت حتى في عز التوهج بتاعك في موسم الاسكوديتو كان راس ملكك هو التحولات. ده حقيقي. سواء عن طريق رافائيل لياو، عن طريق ساليميكرز، عن طريق ربط الخطوط، عن طريق تشالهانوغلو. كان عندك تشالهانوغلو كانش معاك. لا تشالهانوغلو ما كانش معاك. لا سوري، في الموسم اللي قبله التوهج بتاع الموسم اللي انت قبله. الموسم اللي انت كسبت فيه الاسكوداتو، خلي بالك من حاجه مهمه برضه، ان انت الموسم اللي كسبت فيه الاسكوداتو انت كسبته ليه؟ انت كسبته عشان الناس ما كانتش عامله لك اعتبار كنت الاندر بالظبط كده. طبعا وساعتها بيولي لعب على سيستم واحد من اتنين، يا اما مايك هيبعت كرة طويله على رافائيل لياو وهو هيتصرف، يا اما بنعمل التحول عن طريق تونالي. انت بتطلع بالكوره، انت الفرقه كلها بتدافع، بتطلع الكوره لتونالي، تونالي هيشوف اقرب واحد ليا للجون، اقرب واحد راح ناحيه الجون هيبص له الكوره وهو هيتصرف بيها. فكره التحول عن طريق عندك كي بلاير زي تونالي بتقدر تطلع عليه، هي دي اللي كسبتك الدوري. بعد كده لما خسرت الدوري ولما بقيت اوحش ليه؟ لان انت تخليت عن الايدنتيتي بتاعتك، والفرق اللي قدامك بدات تعمل لك حساب. سوري في الكلمه، ما احنا كلنا مشجعين ميلان، فانا يعني انا اسف في اللي بقوله. في لحظه انت افتكرت نفسك فرقه كبيره، لان انت افتكرت هو ده اللي احنا كنا بنقوله فعلا، هو ده اللي احنا بنأيده دلوقتي. فاهم قصدي؟ بس انت بقى هتفضل لغايه امتى؟ عشان نرجع للاجابه بتاعت سؤالك، لغايه امتى هنعتمد على رابيو ومودريتش لغايه ما هم يقدروا في سيزون او 2 بالكتير ينقلوا المايند سيت بتاعت اللعيبه؟ انا عندي بس مشكله النقله اللي احنا محتاجينها في كلامكم. هو ليه ما اعتمدش عليه؟ يعني ليه عندكم مشكله؟ لا احنا ما عندناش اعتراض، انا افضل اعتمد عليه. اقول لك ليه، ما انا جايبهم عشان اعتمد عليه. اقول لك ليه، لان انت رابيو بدأ الموسم ممتاز، هو مودريتش بدأ الموسم ممتاز، رابيو اتصاب، انت عطلت. ومودريتش في اللحظه ممكن انت عطلت. مودريتش ده عنده 40 سنه مش هيعرف يستحمل 65 ماتش في الموسم بنفس المعدل البدني. انت عندك تنوع اصلا في وسط الملعب. لا في وسط الملعب. في وسط الملعب عندك بقى الخط الوحيد. يعني انت قصدك انت هو اصلا ممكن عادي جدا لو هيريح مودريتش عادي جدا هينزل بداله ريتشي ولا ينزل بداله. انا هنا بقى هسألك السؤال اللي انا كنت لسه بسأله لعاصم بالطريقه الثانيه اللي هي اللي انت استنكرتها، فعشان كده اللي انت بتقوله طلع مودريتش ورابيو من الحسبه ونزل فوفانا وريتشي اتصاب. لا هو انت اصلا ما بالك جاله برد اي حاجه. انت اصلا ما تقوليش فوفانا، يعني ما تجيبليش سيره، ما تقولش اسم. ما عشان كده لا ما تقولش اسم. طب بلاش فوفانا. انت تقول لي عندك مين تاني غيره؟ انت تقول لي الراجل الصنم بالعجوه اعرف. هو للاسف ما انت فعلا انت لو خرجت رابيو مودريتش من الملعب بس خلاص ما هتضطر تحتفظ بفوفانا وهتنزل ريتشي وياشاري اللي انت لسه اصلا ما تعرفش ميه. لا ريتشي تمام، ياشاري لسه ما شفتوش. ياشاري لسه ما شفتوش. بص يا صديقي، ريتشي لا في الماتشات اللي شفتها وبتاع لا هو عنده ريتشي تمام على مستوى الكواليتي. اللي انا بسأله هي فكرة الاعتماد على الخبرة، على الاويرنس. ريتشي ممتاز على مستوى الكواليتي. بس لما تقارن الخبرة بتاعت، بالمناسبة مش هحط مودريتش في الحسبة لانه من الظلم ان انت تحط مودريتش في منافسة مع اي حد او في مقارنة مع اي حد. انا هحط لك في مقارنة مع خبرة رابيو.
لما تقارن خبره رابيو في بس الملعب على بخبره فكرة ريتشي. رابيو طبعا يكسب بكتير، رابيو اصلا صح كده؟ اصلا لعيب خبره اصلا هنا دلوقتي هرجع يعني. للسؤال بتاعي، لامتى هتفضل معتمد على خبره رابيو ومودريتش مش على فكره ان انت بتلعب بمنظومه؟ لحد لما اللعيبه بتاعتي تشرب ده. وعلى فكره مش بعيد خالص يعني. انا مش حاسس ان احنا في محتاجين 3-4 سيزونز علشان انا حاسس ان احنا يشربوا محتاجين، يعني. لانه رابيو لا. لما طلع من هقولك. السكواد خط الوسط عمل بوم. خلي بالك برضو انت بتتكلم في احنا في الاسبوع ال بتلعب ماتش 12. ولا ماتشين احنا في يعني. الاسبوع ال 12 احنا لعبنا كام آه، ماتش من غير آه، رابيو لسه يعني؟ بتلت ماتش ولا الدوري. ماتشين؟ لعبنا ماتش ولا ماتشين بس؟ ماتشين ايه تقريبا. هو؟ ماتشين بس، ما ماتشين. كناش وحشين قوي في الماتشين يعني علشان رابيو بعيدا بس عن موجود. فكره تقييم الاداء هو نفسه. رابيو عامه انا بحبه ليه؟ لان انا بحس ان هو اكنه متربي في ميلان. ده حقيقي. انا يعني يا جماعه راجل ايه ده؟ بروفيشنال. خلي بالك برضو معرفة وما الكرة الإيطالية في الفترة بتاعته طبعاً، مع يوفي طبعاً، فرقت طبعاً، شويتين تفرق. لا تلاتة وغير يعني. فترته مع اليوفي هو انت أصلاً راجل لعيب حلو جايب- جدا في الملعب، جايب محوري. بطل سواء مع اليوفي مم. تمام كفريق بطل او سواء مع منتخب فرنسا. واصلا لا، وهو اصلا ناشئين باريس سان جيرمان. تعرف انا لعبت ضده مع الأهلي. خسرنا نايس. 9-0. لما انت قلت لي لما كنا في بس. الحلقة اللي فاتت الحمد لله يا عم. وقعدت طيب خاطره بقى اقول له معلش والله يا حبيبي مش مشكلتك دي، هي مشكلة التأهيل. ساعتها كان ويعني عارف. ساعتها مانويل جوزيه قبلها بيوم قعد كان ساعتها الاهلي لسه بيلعب بايرن، فجابوا لنا جوزيه يقعد معانا وما تخافوش، واحنا اللعيب المصري بيبان في وقت اللي مش عارف مش ايه، خايفين احنا ومش مش عارف مدركين إيه اصلا وبتاع. اللي بيحصل ده. اما بقى جيت اتفرج على الماتش تك عند الجون الخامس ببص ما لقيتش مانويل جوزيه، ما مش خلاص هو بقى. حسن حمدي. بلا اللاعب المصري بيبان، بلا اللاعب المصري بيحس اسكت بقى انت التاني. بس الحمد لله كسبنا الجزيره الاماراتي 4. الحمد لله. ما هو نفس البق اللي بيقولوا كل مره يقول لي خسرنا من ده، بس كسبنا الجزيره الاماراتي 4. مش حافظ غيرها. عملنا ايه؟ الفكره في رابيو كمان اللي انا كنت بتكلم عليها، غير ان هو بطل وغير ان هو معرفته بالدوري الايطالي، التفاصيل والظروف اللي رابيو جاي بيها للميلان، وفكره الانتكاسه اللي حصلت له مع مارسيليا. هو جاي يثبت نفسه عشان المنتخب، وجاي صح. يقول انه انا صح. لعيب كبير، لان هو كان مر بفتره شكوك والناس بدات تقول انه رابيو خلاص هيحصل بوجبا وهيحصل بالوتيلي وهيحصل كل اللعيبه اللي العقليه هي الفرنسيه اتكلت كلها عليهم. رايحه بالظبط في كده. 60 داهيه. فهو من وجهه نظري انه رابيو حلو لانه عنده ما يثبته، عنده حاجه عايز يقولها. يعني ده اللي خلاه غير مودريتش طول الوقت هو مودريتش. لا يا جماعه مودريتش. بس رابيو بالمناسبه ما اعرفش اذا كنتوا تتفقوا معاه ولا لا، بس رابيو مش هيكمل على نفس المستوى ده. عشان اتفق معاك. ايه بتقول ايه؟ ما- قبل يعني ما تقول ده كده مش هتفق. كده مش هتفق معايا. رابيو مش هيكمل على المستوى ده. ليه؟ رابيو عشان كاس العالم؟ وانس غير عشان كاس العالم. وانس هيبقى الناس هتبدا تبريزهم وترفعه لمرتبه عاليه، هو هيبدا يريح. هو دلوقتي بيلعب كويس عشان عنده حاجه عايز يثبتها. طب اول ما يثبتها ماشي. ده حلاوه بقى ان هيقع. انت عندك ناس كتير قوي في نص الملعب. لا الاهم من ناس كتير في نص الملعب دي حلاوه ان انت عندك مدرب قادر إن هو أليجري طبعا. لا واليجري عارف رابيو سيطرته. كمان هو ده رابي ما هو ده بقى النقطه رابيو. الثانيه اللي انا كنت هقولها. يعني انت من ضمن نقط القوه بتاعت رابيو ان هو جاي بثقه كامله من المدرب. طبعا. مدرب حارب عشان يجيبه طبعا. بعد ما فشل له اكتر من صفقه. مدرب اتحايل ان احنا نجيب مهاجم، قدم بروفايل واتنين باختلاف في وجهات نظرنا عن فلاوفيتش، بس الراجل كان مصر عليه واثبت وجهه نظره في رابيو، لان برضه ما كانش حد موافق على الصفقه. مش بتكلم على الاداره، بتكلم على الجماهير، ردود فعل الجماهير على انا صفقه واحد من رابيو. الناس لما حصلت الصفقه دي اللي هو ماشي بلاش. صباح يعني الفل. فاهم هات قصدي؟ هات. ويدفي الدكه. بصراحه كنت هو اكسايتد ليه العيال. قوي لما عرفت ان انا كنت اكسايتد ليه جدا. انا بحبه لا هو عشان هيقوم الفرقه في البلاي ستيشن. الراجل باوره معدي 80. من النوادر انك تلاقي لعيب في الميلان معدي 80. بالظبط. والله يعني النوادر طويل انك على تلاقي فكره لعيب في الميلان معدي 80. صعب. من النوادر انك تلاقي لعيب في الميلان مشارك في كورنرات في البلاي ستيشن. غير كده مفيش. عندنا في البلاي ستيشن عندنا بوليسيتش، لياو، يعني بلاش البلاي ستيشن. لا فلا ده وحش. لا ده يعني لا وبيتكلم كمان على الياو، فاحنا لازم نحافظ على أنا السياق المحترم. انا بلعب أيوة. علشان انت عارف في فرق كبير يعني ما بين بره الهوا وجوه. مش بميلان بلعب التيمت تيم، فبيبقى عندهم كروت. اوكي. لا في البلاي ستيشن يعني الجيم العاديه خالص. بوليتش وحش قوي. عاملين بوليتش بشكل انا مش فاهم هم عاملين كده ازاي، مع انه الكيب مش ماسك له ميزه. وهنا هاجي للسؤال الثاني، مستقبل ميلان في حاله الشكوك في استمرار ماينان وبوليتش. هل ميلان ممكن يستمر بنفس النسق؟ هل ممكن يستقطب صفقات جديده تحل محل الاثنين دول، ولا مشروع ميلان معتمد في الاساس على الاسماء دي؟ بص انا رايي ان احنا ممكن نعوض مانيان، بس بوليسيتش احنا محتاجين.
مانيانا انا حاسس ان الجون لا عادي ممكن تعوضه، مم. يعني انا ممكن امشي كده كده. اصل انت خبرتي مع الاداره مش هتجدد لمانيان بالمبلغ اللي هو عايزه، مش أوكي. هتجدد له. هو مانيان عايز بيتكلم في 10 مليون وحاجات كده، ميلان ندفع 10 مليون ايه الحارس؟ فمش حاسس خالص. مم. بس بوليسيتش لا هيجددوا له، ما هو لان بوليسيتش هو عايز اصلا مبلغ. عنده اصلا خيار سنه تانية ما هو بوليسيتش تجدد. كمان عنده مبلغ كبير، عايز مبلغ كبير عشان يتجدد له. لا بس سيبك من بوليزيتش السنة لا الإضافية. بوليسيتش مش عنده هيروح نقطة مهمة لفريق. قوي. مش مش هيروح فكرة فريق جامد. بوليزيتش مش هيروح لفريق. بوليزيتش اصلا جاي لك من الاول رغم شكوك الصفقة كلاعب انجري برون، بالظبط. كلاعب اصلا كان مستواه بدأ ينزل دنيا الكلام ده كله. جاي لك اصلا صفقة تسويقية اكتر من كونها بالظبط. فنية. لا وهي ضربت معاك وبوليسيتش عمل معاك حاجه حلوه، ده فمش حقيقي. هيمشي، مش بالظبط. هيريسك ان هو لا، يمشي في نادي وانت تاني. في هو النهاية اصلا هو هو أدارتك ميلاني. عايز إيه؟ يجدد. هو لا لا قال لا لك لا لا، أنا مين؟ قال لك مش عايز يجدد والله، عمل هولد انت على ادارتك ايه؟ على انت ادارتك النيجوشيشن. في النهاية امريكان، مش هيفوتوا طبعا حاجة زي دي كابتن ابدا. امريكا يا عم. اللي مخليك مستحمل، انت لسه ما استحملش قوي، بس انت مستحمل واحد زي خيمينيز عشان الشعبيه هنا بتاعته في بلده، مستحمل واحد زي ستوبينيان وهيفضل مكمل في الفرقه رغم ايه خيمينيز ده؟ ايه الاسامي دي؟ وايه يعني- ستوبينيان ده؟ يعني بجد خيمينيز والله. ده انا لما بشوفه عارف انت. على فكره خيمينيز. لا ما تقوليش على فكره. طب ما تقوليش طب على فكرة. انت عرفت انا هقول ايه؟ لا هو كده كده هيختلف معاك. ما انا ممكن اقول على فكره خيمينيز وحش وما ينفعش الميلان. هقولها له كده ايه وشوف رأيك؟ هيختلف معاك. على فكره بقى خيمينيز قال ضغط مهمه جدا. لا يعني انا من فرجتي على خيمينيز مع منتخب المكسيك، سيبك من الانديه اللي قبل كده اللي لعب فيها، مع منتخب المكسيك خيمينيز بيقول عنده حاجه، معرفش هي اختلاف طريقه اللعب، معرفش فكره انه ألاجري بيلعب بالضغط الميديوم بلوك، فبيبقى عايز من المهاجم ان هو يضغط على السنتر باكين، وان هو طول الوقت بيجري ويرجع لقبل نص ملعبه. خيمينيز مش نوع ده من اللعيبه، خيمينيز فوكس اند بوكس، يعني هو خطاف، هو جوه انا المنطقه. كنت هقول لك انا اللي عاجبني في خيمينيز حاجه واحده بس فعلا انا بحبه عشانها، ان هو عارف اللعيب العربجي، مش العربجي، الثعلب، اللي هو فعلا هياخد لك فاول صايع، هيلبس المدافع انذار، ضربة جزاء زي ما عملها اول ما جه. وعلى فكره تحركاته كويسه، هو فكره الفينش بس، وانا اعتقد ان فكره الفينش ديت جايه بسبب ان هو اولا فاقد الثقه تماما عشان اول ماتشين والبنالتي اللي ضاعوا والكلام ده كله، فهو الثقه بتاعته ناقصه شويه مع الفرقه. الحاجه التانية بسبب المجهود الكبير اللي بيعمله في الملعب، ان هو يرجع يدافع ويطلع يهاجم. هو مهاجم خطاف، مهاجم بيتحرك جوه المنطقه كويس وبيستنى كوره، لا ما بيستناش كوره صراحه لان هو الاكيرسي بتاعته مش قد كده، فهو بيستنى مثلا 3 كور عشان يجيب منهم جون. حلو الكلام، يا ريته بيجيب، بس ده ما هو ما بيجيبش ليه؟ عشان بيبذل مجهود كبير في الدفاع. يعني انت عارف انت في على ما بيوصل للجون الثاني بيبقى خلاص خلصان. عارف في كده تيك توك ولا حاجه بيلعب دماغه حلو، لا لا بيستلم الكوره حلو، لا. طب انت ايه يا ابني احنا جايبينك ليه؟ انا بالنسبه لي هو كده بجد، هو ما فيش حاجه حلوه بيعملها. انا عندي مشكله اكبر مع خيمينيز، فكره ودي مشكله من قبل كده حتى كانت موجوده في جيرو، في عز ما كان جيرو احنا ما عندناش اعتراض عليه، هي فكره انه مخرف ولا جيرو طبعا هو اصلا ما بيحبش جيرو، ما بحبوش. انت متخيل احنا فين؟ طيب دي كانت حلقتنا عندي. معلش هنروح. انت عارف احنا فين؟ كمل كتير. كان عندي دايما مشكله في انه المهاجم، وكنت بحسد انتر على حاجه زي دي، المهاجم اللي بيطلع ينزل الكوره من الدور السابع، احنا ما فيش حد ده بيعملها يا راجل. رافائيل لياو رغم كميه الاستهبال بتاعه، عشان بس نمشيها استهبال ماشي والنبي عشان لسه عشان احنا لسه بنبتدي توتو كوره، عشان ما نتحرقش. لسه بنبتدي توتو كوره يعني. لياو بيشارك في كوره عاليه اعلى من المعدل اللي بيشارك فيه خيمينيز، بيخربش في المدافع اللي معاه في الكرات العاليه والكرات المشتركه اكتر من خيمينيز، رغم ان بروفايل الاتنين مختلف تماما. ولو بصيت على البروفايل بشكل مجرد بتاع جزء اللعيبه هتقول لا ده خيمينيز هو ده الراجل اللي بيخربش، اللي بيطلع حتى لو مش هياخد الرأسيه، ما يسيبش المدافع يلعبها باريحيه، الكلام ده كله انا بشوفش ده ابدا. هو انا بس عندي سؤال يا عاصم، ما هو الفكره هنا ان انت توتنهام 2006 ماشي، اسمهم ايه، فرقه في الدوري الانجليزي، لا فرقه في الدوري الانجليزي اللي لسه كسبانه ليفربول، اللي لسه متعادله مع ليفربول الاسبوع اللي قبل برينفورد. اوكي، بتلعب بالنسق ده، بتلعب باللي ايه، العاليه
حد بينزل ميدو الكوره وناخد ميدو الكوره يطلع في الثانيه. الدور السابع زي انت ما بتقول، ينزل الكوره لروبي كين، روبي كين يجي يفنش. ده نسق اللعب بتاع توتنهام 2006. انت ما بتلعبش على ده. انت لما أليجري حب يجيب مهاجم، او الميلان حب يجيب مهاجم متحرك اكتر منه مهاجم صندوق، او اكتر منه مهاجم طويل بيلعب قصدك على على مين؟ الاوفرات، قصدك على على مين؟ نكونكو، على خيمينيز، مانكونكو ده قصه على ثانيه. بالمناسبه على لما بيريح الاثنين وبيلعب بوليزيتش ورافائيل لياو قدام. نكونكو ده هي بانيك الفكره هنا باي. في التحولات اللي انت بتعملها، ما بتعملش التحولات الطويله، انت بتعمل التحولات اللي على الارض، بتعمل الكره المرتده اللي هي تك تك رحت، فاهم قصدي؟ ما بتعملش الطويل. فانت هتجيب الطويل، واحد تقيل في الحركه بيتحرك ببطء عشان يجري سبرنت من نص الملعب للجون الثاني عشان كره مرتده مسكاست، فاهم قصدي؟ فانت هنا اعتمدت على ايه؟ على المهاجم اللي بيجري. نكونكو طبعا مخايش تماما ده كده لا كده. ده هو بانيك ده فعلا اللي باي، هو بانيك هو باي. البروفايل اللي انت محتاجه، سيبك من ان هو مخيش. المشكله ان نكونكو هو البروفايل بتاع السكند سترايكر اللي انت موجود عندك اصلا في بوليزيتش، اللي اصلا هو الدور الامثل لرافائيل لياو. فهو مش سنتر اصل لياو مش بالمعنى هيلعب، الحرفي، مش هيلعب على الناحيه ولا لياو بالمعنى الحرفي سنتر فيرود. لا هو مستحيل يبقى سنتر فيرود يعني وانا مش مقتنع بيه خالص في دور السكند سترايكر. هو الياو هو ينزل- جناح طبعا. هو الياو ينزل طبعاً. نص في الملعب. خطتك دي دلوقتي مش الخطه هيلعب. الحاليه خطتك مش هيلعب الامثل يعني. ليها هو سكند سترايكر. ليه؟ ما انت بالظبط. خطتك ممكن تلعب 3-4-3 والياو بيفتح عرض مش الملعب. هيقدر عشان توازن الفرقه. بالظبط. طب ما انت اوريدي توازن بتلعب الفرقه هي 3. المشكله. مش هينزل لا يدافع. انا بتكلم على ما ينزلش 3 يدافع، مش عايز 4 يدافع. 3 بتكلم على 3 4 يعني 3 3 5 2 او بلاش 3 5 ميلان 2 بيلعب 3 5 2 بالظبط. او في اغلب الاوقات كمان بتبقى 3 5 1 1 علشان تحافظ على فكره التوازن بتاعت الفرقه، عشان تعوض ان في لعيبه ما بتضغطش. رافائيل لياو رغم اي مميزات فيه راجل ما بيضغطش. معلش انا عندي سؤال هنا، هو انت ليه عايز رافائيل لياو يضغط ويرجع يدافع؟ انا مش عايزه، لان انا كده كده مش راجل بتاع ضغط في الوقت بالظبط. الحالي. مش هيعرف انا اصلا بكلمك انه قصاد ده انت بتخسر حاجات في توازن الفرقه، بتبقى لازم مجبر ان انت تعوضها بفكره 3 في عمق نص الملعب. عشان تحافظ على المعدلات البدنيه بتاعت لوكا مودريتش لازم تحافظ على وجود 3 في نص الملعب. تمام. لو هنرجع للديربي، فالديربي اتقسم ل3 مراحل، تمام، عشان نخوض فيه باستفاضه. اتقسم 3 مراحل. اول 25 دقيقه انت ما كنتش موجود. الانتر ما كنتش موجود. الانتر، وده اللي انا بعيب فيه على جزء كبير من التحليلات اللي بتظهر على اليوتيوب. في النهايه الناس بتتكلم ميلان كان يستحق ولا ما يستحقش. حد فينا اتكلم فني؟ طب تعالى نتكلم فني. اتكلم في 25 دقيقه الانتر نازل بيضغط عالي بيضغط عالي بيضغط عالي. الميلان كان بيحاول يحضر الكوره على الارض، يحضر الكوره على الارض بوجود مودريتش كاريجيستا او دي بلاي ميكر او سميه زي ما تسميه، كدوره في الملعب، تمام، قدام الدفاع بيحاول يخرج بالكوره. ما قدرش يعمل ده. بدأ الميلان هو اللي يجبر الانتر على التغيير. بدأ انه لوكا مودريتش يبدأ ياخد الجنب الشمال شويه عشان يسند الجبهه وتقدر ان انت تتدرج بالكوره. وبدأ يرحل رابيو كم خطوه لقدام، 10-15 متر لقدام، فيجبر كارلوس اوجوستو ويجبر باريلا، يجبر من وراهم اكانجي ان هم يحتفظوا شويه بخطواتهم، فيجبر الانتر كله ان هو يرجع. كانت غلطه أليجري ان في حاله عدم الحيازه، تمام، هنا بدأ يرجع لفكره المان تو مان. رجع لفكره المان تو مان علشان يجبر الانتر ان خطوطه ترجع اكتر، فيتخلى عن الضغط العالي بتاعه. الانتر فعلا اتخلى عن ده، بس راح للنمط التاني بتاعه اللي هو اصلا متعود عليه. فكره الكره العاليه طويل او الكره القطريه اللي بتتعمل عمياني. لا من بعض بس اللعيبه بتتعمل صح جدا. ايوه، ما هو صح، بيتعمل لان هم عمياني. حافظينها. هو بيقول لك بتتعمل عمياني ان هم حافظينها. ايه ده يا جماعه؟ حافظينها. هو بيعمل كده، هو عارف ان اسمه ايه ده، ماركو هياخد الكوره، مش بالظبط. عارف عامل ايه اوجوستو. ودي الغلطه اللي وقع فيها أليجري بدايه من الدقيقه 25 30 لغايه الدقيقه 60 65. ليه؟ لان للاسف كان المان بتاعها كان تشالهانوجلو اللي هو الريجيستا الناحيه الثانيه، هو لوكا مودريتش. ده كان اختيار غريب جدا بالنسبه لي. ليه؟ لان انت في الحاله عدم الحيازه بدات ان انت ما تلاقيش لوكا مودريتش قدام الدفاع. طب مين اللي بيحمي؟ مفيش حد بيحمي. فبقيت كرات كتير. كان الاوقع بالنسبه لك ان هو يخلي المان ماركينج بتاع تشالهانوجلو رافائيل لياو، مش فوفانا ولا حتى بوليزيتش. ما كانش يقدر يعتمد على رافائيل. هقول لك ليه. ما كانش يقدر. لياو اصلا ليه؟
انا بالنسبه لي اقول لك ليه لا. انا هقول لك ليه لا عشان ليه اشرح لك لا. علشان لياو اصلا روح يا حبيبي. هو انا مش عايز لياو في ان هو يضغط ويعمل، انا عايزه بس جنب خطوتين. هو عايز يقطع مش مساحة خلي بالك التمرير بس. بالظبط، خلي بالك كده اللعيب اللي معاه الكوره غير هكان تشالهانوجلو لما بيجي يطلع بالكوره، سواء يعني سومير او كانجي او باستوني او اي مكان، مين اللعيب اللي بيطلع بالكوره من عند الانتر في ايا كان نمط اللعب اللي هم طالعين بيه. انا لما ببص على اللعيبه قدامي وبشوف لعيب في لعيب تاني من الخصم قريب منه بكام يارده، خطوتين ثلاثه، طبيعي ما بدلوش الكوره عشان ما يزنقوش وما يبقاش فيه سباق سرعه، لانه مش شايف كمان اللي في ظهره. انا مش عايز من لياو اكتر من هو يبقى جنبه بس بخطوتين ثلاثه، مش عايزه تضغط بشكل الاوقع بالنسبه لي كان لياو مش هيعمل هقول لك كده. ليه مش هو اصلا مش لأن فكره هو لياو. 3 حاجات مهمين جدا، هو بغض النظر عن فكره المنتاليتي، بس انا لا مش معترض فكره على لياو، رافائيل مش لياو. فكره لياو از المنتاليتي، مش فكره لياو ان هو اصلا هيبقى في مخه انا المفروض اقف جنب أيوة. خطوتين ثلاثه. لا هو لياو فكره اللعيب اللي بيحب الكوره واللعيب المهاري انت ما تقدرش تأيده ان هو حاجة. يمسك حد، لان اصلا انت لياو انت عايز هو تطلع مش عايز عليه، يمسك يا بابا. مش يمسك عشان يمسك، تأيده ان هو بس خليك جنبه رخم عليه. لا انت تعرفش تقول لحد انت اصلا معتمد عليه، انت تطلع عليه. هقول لك ليه مش فوفانا، ليه مش بوليزيتش، تمام؟ لان دول ادوارهم في الملعب اهم. هو بوليزيتش كميل لعب ميال لناحيه اليمين اكتر من الشمال، عشان لياو بياخد الناحيه الشمال اغلب الوقت، الكلام ده كله احنا عارفينه. طيب ناحيه اليمين بالنسبه لميلان اللي هي ناحيه الشمال بالنسبه للانتر، هي مين اللي موجود فيها؟ هي باستوني. هو باللغه الكوره كده هو الكوير بتاعها. باستوني قدامه دي ماركو. بالظبط، دي اقوى جبهه عندهم اصلا. ومعاهم بيكمل مثلث سوسيتش، تمام؟ سوسيتش ده لاعب يا جماعه، ايه ده اللي هو جامد. ده هنجيله، ده قصه لوحده. ده انت جامد قوي بصراحه. وسوسيتش ده هو السبب الاساسي اللي بنقول لا ليه لا بالنسبه له فوفانا، لان فوفانا انت كان مهمتك في الملعب شوف سوسيتش فين وروح اقف جنبه. عليه عمل حاجه وما قدرش يمنع الخطوره بتاعته، بس برضه ده كان دورك في الملعب. وانت لو كنت سبت له مساحه او فرصه اكتر من كده في اي كره بتستلمها، الواد حريف جامد، حريف قوي، حريف قوي. يعني انا هنا ممكن اقول انه كان فيها حلول تانية، كان فيها حلول تانية تخلي لوكا مودريتش بيها تسحبه بالظبط الحته كده، اللي الكره التانية بتنزل فيها دايما لما الكره بتتلعب. وانا هنا السؤال مش السؤال، البوينت اللي عايز اتكلم عليها هي فكره انه انت ليه بتمنع خطوره؟ ليه سوسيتش كان خطر؟ ليه دي ماركو كان خطر؟ ليه كل الناس دول كانوا خطر؟ لان انت سبت الكي بلاير بتاعهم، الريجيستا بتاعهم، المايسترو بتاع الفرقه بيوزع براحته من غير ما يبقى عليه ضغط، اللي هو كان مش يعني تمام. طبعا كلنا عارفين انا بحبه، انا رجعت احبه بجد يا عم. عشان ضيع البانل، الراجل مضيع لك 100%. راجل دفاعيا مش موجود، راجل هجوميا مش موجود، مقطوع منه كرة الجول اللي دخلت. انت عايز منه اكتر من كده؟ راجل قمر الحقيقه. انا مش فاهم واتشتمك اكتر من فوفانا في الماتش. هي الفكره هنا ان انت سايب هكان بيلعب براحته. فوفانا زي ما انت ما بتقول كانت ادواره اهم عشان يروح يقفل على سوسيتش. طب ما انت تقفل من المنبع. ما انت ان انت تودي بوليزيتش او رافائيل لياو يسيب مكان الخطوره بتاعه، نفس اللي كنت بقوله على خيمينيز، ان انت هتحركه من المكان اللي هو اخطر فيه عشان يروح لحد عمق الملعب عشان يعمل الواجب الدفاعي، حتى لو مش زي شعر ما بيقول، حتى لو مش هيلتحم بشكل مباشر او هو بس يقف جنبه. حلو، هو ساب المكان اللي هو خطر فيه عشان يرجع تاني في التحول. اول ما انت ما تستحوذ على الكوره يجري بسرعه عشان يفتح الجنب الشمال او يجري بسرعه عشان يفتح الجنب اليمين. بالنسبه لبوليزيتش انت هتعطل اللعب زياده عن اللزوم. الاوقع فيها ان انت تشوف اكتر واحد اجريسيف بالظبط جنب المكان بتاع الراجل اللي انت عايز تمسكه. فهو كان فوفانا، هو فوفانا وباستوني اللي يقفل عليه المهاجم. انا بقول هو ليه، انا بقول ان هو مكانه هناك. لا انا كان قصدي، انا بقول ان ليه أليجري ما عملش كده في بوليسيتش ولياو، لان هو اصلا كان عايز يطلع عليهم. لان هو بالنسبه له انت مسؤوليتك هو باستوني. لا هو كمان فكان ممكن لما انت ما كانش معاك الكوره، اول لما بتاخد الكوره هو عايز يطلع. انت على فكره احنا في اول 25 دقيقه احنا ما كانش عندنا اي تواجد هجومي خالص. انت لما كان بيبقى معاك الكوره احنا بيبقى 4 بس اللي قدام ولا 5 ده اللي هو ايه يعني. وبعدين ما فيش حد بيجري على الجون اصلا بتاع انتر. هو هتلاقي لياو معاك الكوره على الناحيه الشمال وهتلاقي جنبه رابيو وبعيد قوي بوليسيتش. طب ايه يا جماعه ده هيعمل ايه؟ انا بقول هيعمل ايه يعني، ما هو هيعمل ايه؟
ففكره أليجري هو ما كانش هيعرف يقول للياو وبوليسيتش انزلوا يا جماعه، ما هو أوكي. عايز يطلع 100%. ماشي يعني نمشيها استحالة. كده، بس برضو مش مودريتش اللي يجي من اخر الدنيا. لا مش مودريتش. لا، لا، الراجل عنده انا 40 الاوقع سنة بالنسبه لي يا دوب. الاوقع بالنسبه لي انت عايز توقف المفاتيح كلها كنت توقف هكان، وعشان توقف هكان اختار اكتر واحد اجريسيف موجود. ما عنديش اعتراض، هو ده اللي حصل في كورة الجول. بالمناسبه ده حقيقي، اختار اكتر واحد اجريسيف، وبالمناسبه مش مطلوب منه خالص ان هو يلعب كوره، اختار اكتر واحد اجريسيف الجمهور متاكد انه ما عندوش كوره يقدمها. يبقى فوفانا. جاتوزو كان بيلعب كوره؟ خلاص. ما كانش بيلعب هو كوره. كان بيحمي بيرلو وكان بس بيحمي كده. سيلو. هو كان المطلوب انه فوفانا يحمي يعني بيرلو. ما بتعرفش بيرلو تتخانق بس. انه يحمي فوفانا، كان مطلوب منه ان هو يحمي مودريتش ويحمي رابيو. بالظبط. بس انا هقفل على هكان، مش هخليه يستلم الكوره، لما يستلم الكوره مش هخليه يطلعها بسهوله، اللي ورا يتصرفوا بقى مع اللي ورا دولت يعملوا فيهم اي حاجه، بس انا قفلت الموضوع من المنبع، واسيب بقى حريه الحركه وحريه توزيع اللعب وحريه اختيار النمط المناسب في الهجمه لرابيو مودريتش. ما كانش هيبقى بس عندي مشكله كده. فيها، بس كان عندي مشكله كبيره فعلا في ان رابيو هو اللي يطلع، سوري مودريتش مودريتش، هو اللي يطلع 100%. كل ده 100%. ده راجل 40 سنه على ما بيدور عربيته كل المسافه دي. لا بس ما تتريقش، بلا بيدور على عربيته. لا ده بيدور على عربيته اسرع من اي حد تاني في الملعب. انت ما أقدرش. هتهزر؟ مودريتش ده اي حد مسلوب في الملعب انا بيدور بس زيه. هخرجكم بره الماتش وعايز اقول لكم حاجه. احنا الماتش الجاي هنلعب لاتسيو. تمام. القمه الوحيده اللي ناقصلنا في الدور الاول. بالظبط. باقي كله تعثرات، ما عشان كده بقول لك انا الباقي كله تعثرات. بالظبط كده. روما هتلاعب مين بقى؟ روما هتلاعب نابولي. حلو قوي. انا هنا عندي سؤال، روما هتقع؟ لان هي ما لعبتش حد كبير قوي. لا غير النهائي ما لعبتش، لعبتك وخسرت منك. هتلاعب نابولي وان شاء الله هتخسر منها او تتعادلوا، يعني ما عنديش مشكله ان شاء الله. ما لعبتش انتر اعتقد. لعبت انتر لا لعبت يوفنتوس ولا ما لعبتش؟ لعبت انتر وخسرت 1-0 في الاولمبيكو. لعبت انتر. ولو رجعت بقى اتفرجت على الجول ده مع ملخص ماتش الميلان هتعرف انا ليه بقول مش هكمل. جماعه مفيش فرقه كبيره بتنافس سواء على مركز مؤهل لدوري ابطال او على سكوديتو او على اي منافسه بدون دفاع ضعيف. معلش بقى، ارقام روما معلش يا نصوحي معلش جدا. ارقام روما خادعه جدا. اتفرج على الجول اللي بيجي فيهم، انت بتلعب على ملعبك في ماتش كبير قدام الانتر، في اول فتره في الماتش انفراد من تقريبا من نص الملعب. انفراد تقريبا من نص الملعب صعب قوي. ده انا عايز بس عاصم يكمل عشان عايز اشوف روما دخل فيها كام جول لحد دلوقتي. كمل يا عاصم. هو اقوى دفاع في الدوري بس ارقام خادعه جدا. روما اقوى دفاع في الدوري؟ مش انتر اقوى هجوم. الانتر اقوى هجوم. الانتر دفاعه بعيد قوي. الانتر الراجل ده في ماتش اليوفي لوحده 4-3. ماتش روما سوري ماتش نابولي 3 اجوال، دول 7 اجوال في ماتشين. روما يا صديقي العزيز اقوى دفاع في الدوري. روما 27 نقطة 6 جوان، دخلوا 15 جون. الميلان 18 ودخل فيهم 9. على فكرة الميلان برضو على المستوى الدفاعي ماشي حاله. طبعا. خلي بالك بقى من نقطة مهمة. تعال اتفرج على الاجوال اللي دخلت في الميلان، وتعال اتفرج مثلا على الاجوال اللي دخلت في روما. احنا خصوصا في اجوالنا غلطات فردية، هتلاقي كلها غلطات فردية. غلطات فردية. ولكن انا بكلمك بص على الماتشين الكبار اللي لعبهم روما سواء انتر او ميلان، فين اصلا خط دفاعك؟ ده احنا كنا يعني ممكن ماتش روما ده تطلع 3-4. اكس جي في ماتش روما ده كان 37. احنا حقيقي تطلع فعلا ماتش روما ده 3-4 اساسا. لا انا مش بهزر. 3-4 ايوه طبعا انت مفيش لعيب في خط هجومك ما تفننش في اضاعه كوره من على خط الجول. طبعا. وده غير اسمه ايه سبيلار. طب خلينا يا جماعه يوفنتوس اللي عمال يتعادل ده وسباليتي جاي وجاش ومش عارف لسه بينقط. لا بس سباليتي محتاج وقت. خلي بالك سباليتي. لا انا مش بتكلم على المنافسه، بتكلم بره توب فور. ما اعتقد. لا اعتقد هيرجع للتوب فور. انا الفكره هنا طب ليه؟ انت عندك روما يعني اعتقد هيبقى منافس جدا على التوب فور بالارقام اللي هو بيعملها دلوقتي. روما ويوفي هينافسوا بعض على التوب فور. يوفي لا روما نابولي اي سي ميلان وانتر. روما خلي بالك من حاجه، انه يوفي مش بعيد في عدد النقط، ده رقم 1. طبعا. رقم 2 انت ليه محسسني ان انت ضمنت؟ لا انا مش ضمنت. انا بعتوا الدوري في ميلانيلو. ده حاجز الاحتفال بتاعه. انا بعتوا الدوري في ميلانيلو. ده بيبص على النجمه الثانيه بصت حمدي. انا بتكلم انا اول، انا بشوف بقى الثلاثه التحتيه باشا. يوفي في المركز السابع
ب 20 نقطه، انت في المركز الثاني ب 25. ماشي يعني هو أنت- كده كده جدول الدوري كله قريب. يعني انت الفرق أيوة. ما بين السابع وما بين بس الثالث انا 5 خلصت نقط. انا خلصت كل الاقوال، انا فاضل لي لاتسيو بس ما ان هي شاء دي الله. المشكله. لا 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 بالظبط لا كده لا والله بجد لا بالظبط لا لا كده. لا يا جماعه والله احنا هنكسب، انا بقول لك ان شاء الله هنكسب طبعا. طيب بغض النظر عن الطموحات والاماني، مش وبغض النظر طموحات، عن ده حاجات قرايه لو هنتكلم قرايه بواقعيه واقعية، الفنجان انت وفتح كويس جدا. لو المندل. هنتكلم اصل اقول لك بواقعية. حاجه، انت بواقعيه انت بتوصل لجون في كل الماتشات دي، لو حتى هنتكلم- الماتشات لو الوحشه هنتكلم اللي انت بواقعية. بس لعبتها ما عشان بتعرفش توصل. تترجمها الاجوان. لو هنتكلم منتهى بواقعيه البساطة عشان الدنيا. نقفل النقطه دي بشياكه، انت لو هتقسم اول 5 فرق ففي فرقتين اساسيين في المنافسه على الدوري هم نابولي وانتر، صح كده. تمام. وفي فرقتين منافسين اساسيين على ايه ده؟ المنافسه على المركز الرابع هم يوفي وروما، وفي فرقه في النص اللي هو الميلان لو فضل مستمر هينافس على مع اول 2، ولو وقع كبيره هينافس مع ده الاتنين كلام التانيين. دبلوماسي انا ما بحبوش في البودكاست ده بصراحه. احنا هنكسب، صح. احنا الاول. انت صعبان عليك الشنجن وتذكره السفر. احتمال يا عم في ايه؟ طيب كالعاده اتفقنا، انا نتفق انا وشاعر عاصم الحمد لله. اخيرا في حد جه اتفق معاه، عشان المره اللي فاتت كان جحيم. انا كنت عايش في مرار والله العظيم 3، من هنا شاكر ومن هنا شاعر، والاثنين عمالين يقسموا عليا، انا كنت في مرار. فلو انت بتشجع مين، لو انت بتشجع اي فرقه تانية في الدوري الايطالي قول لنا من وجهه انا بس نظرك حابب اقول مين حاجه. الاقرب اللي حصد لقب في ناس الكالتشيو. بتشجع يوفنتوس متضايقه قوي يا عاصم، وبيطلع كده كل شويه بعد كل ماتش. انا هقول لك على حاجه بس عشان خاطر في حد ما صاحب شاعر لا مش بيطلع- صح، مش صاحبه ما يعرفوش، اوكي، بيطلع بس هو حقود جدا. كل حلقه يلسن عليه قسما بالله. لو في طار ما بينهم، لو واخد عليه كمبيالات ما هيعمل كده كل حلقه بنشوفها على والله الجروب العظيم 3. انا اسف معلش لك. بس أي هو ما كنت طالع بتعمل يعيط أنا آسف الماتش لك. اللي فات، وأليجري ومش أليجري وكرة أليجري. لا بص انا عندي ويعيط مشكله ومش مش عارف في إيه فكره ما كده. هو طبيعي يا شاعر، ما هو يا لا، حبيبي بس- ما هو احنا بنعمل كده مع معلش انا اسف بقى، انا هتخلى عن ميلانيستيتي وهتقمص دور المحايد. مم. حضرتك قعدت تعيط لما خسرت من جاسبريني 5، لا بس انا أقول لك على وقعدت حاجة، تقول خلوه. جاسبريني ومش جاسبريني والكلام ده خلوه. كله. فطبيعي كل واحد بيشجع نادي طبيعي ان هو هيصيح. بس هنتفق على مش رد اتفاق، عليك. تمام. هنتفق على اتفاق. لو شلنا الكاميرات والمايك وقعدنا نتكلم مع بعض هنجيب سيره جاسبريني بالاب وبالام بكل ما ينعرف. صح كده. ده وقف رقص ابن لكن وانس هو ان مدرب. انت قلت ان انا هطلع اتكلم كوره للناس بشكل عام، فالطبيعي ان انت تنحي. انا اسف، لا مش عارف انا اسف، انا اسف. ده لما تبقى في قناه محايده، بالظبط. لما تبقى في اذاعه محايده، عشان احنا لما هنا تبقى مفيش في محايد، بودكاست. هنا جحيم. هي الفكره في الموضوع قصدك إنه- على اي حد غير شاعر؟ انه هذا الرجل لا شعب محايد، احنا هنهجس. هذا الرجل اللي هو بيتكلم عنه، اللي بالمناسبه انا ما اعرفوش وما اعرفش اسمه حتى، ما تقولش وش. ما تقولش الاسم. راجل طالع في وان مان شو خاص بيه، بيطلع بكاميرا من البيت بيتكلم عن يوفي. هو راجل بيتكلم عن منتمي. الكره الايطاليه. لا هو بيتكلم عن الكره يعني الايطاليه ولا آه. عن يوفي؟ لا هو معروف ان هو بيشجع هو يوفي قوي. ايوه يوفنتينو. ماشي، اي مكان اي بس مكان، بيتكلم هو يوفنتينو اوكي ومعروف. ما انت بتتكلم على ما هو برضه يا عشان حبيبي بدون انا اسف ذكر بس أسماء. معلش مع احترامي الشديد ليكوا، احنا هنا بودكاست محايد، ومع ذلك ومن هنا بنتكلم عن الكره الايطاليه، ومع ذلك في كل كلامنا بيقول لك احنا كسبنا الديربي، انا ما عنديش. احنا هناخد لا، الدوري. لا. ما هو طبيعي الانتماء استنى، يتحكم فيك في خليني القصه اوضح دي. لك نقطه عشان في اختلاف. عشان اتفق معاك آه. ما تبقاش معايا. يا ريت والله، والله ده انا في مرات عارف، ده انا بزق في جبل والله العظيم. بص انا ما عنديش مشكله ان انت تتكلم بانتمائك، تنجم الفرقه بتاعتك، تتكلم عنها وتديها مساحه بس ما أكتر. تنقص بقى من بس الفرقه اللي قدامك. انقص تنقص. منها لو هي وحش، مش انقص منها علشان انت ما بتحبش أليجري. المدرب بتاعها او ما بتحبش. مع ان أليجري ده اصلا هو اللي مكسبه كل حياته اصلا في الفتره الاخيره. أليجري هو اللي جايب اليوفنتوس كل حاجه. يعني بص انا هتكلم كيوفنتينو. نشكره، كان انطونيو كونتي قبله، انطونيو كونتي هو حط صاحب سيستم. طب زي ما عمل مع الانتر، هو حط سيستم تمام. حتى ال 53 هو حط سيستم، أيوة. ودوروا من بعده على مين اللي يكمل اللي هو انزاجي. بس ما علينا، مش يا نقطتنا. بخت انزاجي والله. 10 مليون في السنه ايه؟ ده بيعد كامل فلوس. ده انا بزق في جبل والله العظيم. ده والله راح يلعب في دوري روشن بعد ما كان بيلعب في الدوري الايطالي. تمام. وبيولي حتى انت عارف بيولي؟ عليك. عارف بيولي؟ عارف بيولي، ما جاب لك الاسكوداتو اكيد عارف بيولي. راح برضه درب راح بتاعه وبعدين رجع فيها. آه. كمل.
هتكلم كاني يوفنتينو، مم. هطلع اتكلم، هدي مساحه للفرقه بتاعتي صح. زي ما انت هنا في البودكاست بتدي مساحه لفرقتك اكتر من اي فرقه تانية. هنجم فرقتي، ممكن كمان لو انا يعني وكيلني التشجيع والكورفه قوي هداري على عيوبها ومش هذكرها والدنيا تمشي وحلو. لكن لما اجي اتكلم انا كميلانيستا بالمايك قدام الناس عن جين بيرو جاسبريني مع روما ما لازم طبعا اديله طبعا حق. طبعا وحتى مع طبعا. اتلانتا لازم اديله حق. طبعا دي حقيقه. تمام. حتى بص بعد اتلانتا ما مشي، بص اتلانتا فين دلوقتي؟ بالظبط 11 بالسيستم اللي حطه جاسبريني يس. تمام، بنفس المان تو مان اللي بيروح معاك لغايه باب بيتكو، بيركب معاك عربيتك، هو المان بتاعك هيفضل معاك. تمام. اما اطلع اتكلم عن الناس دي في برنامج ايا ما كان البرنامج ده بيتذاع فين، لازم ادي الناس دي حقها. ما ينفعش ان انا اتكلم عنهم عشان انا كارههم فافضل اقول لا 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 لا. بس ده اللي مضايقني فعلا. انا بس عادي يعني براحته، مش هو بس هو يعني موضوع نقدر نسكت هياخد الموضوع يعني. المهم بقى نرجع، بس انا عايز اقول حاجه بس. عايزين نروح شويه ما انا هقول حاجه اهو محليات بقى دلوقتي. عشان احنا جايين لك دلوقتي يا عم عاصم. البودكاست اللي فات في حد كان معانا، لا ولسه معانا، محدش كلمني عن حسام حسن، انا مش عارف ايه حسام حسن ده. حسام حسن طلع حسام حسن صح. طلع حسام حسن. هو شاكر انا ما اعرفش عمل مشاكل. انا مش حسام حسن هو طلع عايز يعمل ايه يعني. هو التصريحات انا ما اعرفش. هو بيوحد الصف بجد، هو وحد الصفوف كلها ضد. انا ما فهمتش. يعني انا اول مره اشوف اجماع بالشكل ده. انا بس وأنت عملت عندي تصوير. بس ثانيه واحده بس عشان خاطر اسمه الكابتن حسام حسن. اتفضل ماشي؟ بقى هو كابتن اتفضل حسام بقى حسن. ليه العكاف اتفضل بقى. تقف وتتكلم عليه. اتفضل بقى. التصريح الاكثر اثاره للجدل ما بين كل التصريحات اللي ادلى بيها الكابتن حسام حسن اللي الناس كلها انتقدته، اللي هي فكره الاثنين مهاجمين وربع. اوكي ماشي. بقى خالد تصريح. ده مش اكثر جدلا. يعني انا بالنسبه لي الاكثر جدلا لو انا انتقدته يبقى انا واللقاء كده، كله أكثر يبقى انا جدلاً. كده مش وطني. انا هاجي للنقطه دي. إيه ده؟ انا هاجي للنقطه دي ماشي. بالمناسبه انا مش متفق مع كل اللي قاله كابتن حسام حسن، بس هي في نفس الوقت خلينا نمسكهم واحده واحده. ماشي اولا معاك. انا عندي 2 مهاجمين وربع. اتنين محترفين وربع. 2 سوري محترفين وربع. انت سمعت الفويس وهو بيقول الكلام ده ولا سمعته عن لا سمعت التسريب اللقاء صحفي. حلو ممتاز. سمعت بعدها على طول قال ايه؟ ولكن اما رجع كلم تاني عشان يتدارك الموضوع. ولكن الناس لما نقلت التصريح نقلت الجزء المثير فيه بس طبعا ما سابتش الجزء اللي هو بيقول. صحافه يا بيه. ما سابتش ما نقلتش الجزء اللي هو بيقول فيه ايه. انا عندي 2 مهاجمين وربع. الربع ده اللي هو مصطفى محمد عشان مش عشان بيشارك وما كتير. بيلعبش مع فرقته كتير. بس مصطفى لما بيشارك فهو لاعب ممتاز وخطير و الناس سابت النص التاني من الكلام اللي هو بيدافع فيه عن مصطفى محمد واكتفت بان انا عندي ربع مهاجم. اي مش كل الناس سمعت التسريب اللي عاصم لسه بيتكلم عنه، فكل الناس خدت الكلام بتاع وراح. الاثنين محترفين وربع. وحسام حسن جنسيته ايه؟ مصري صح كده؟ راجل 60 سنه تقريبا 50 سنه. اسال بقى خالد يعرف. ايا ما لا كان. مش الدرجات. انا بتكلم انه راجل قديم قوي. تمام. هو انت ما تعرفش ان الصحافه بتاعتنا كده. طب ما هو ما تعرفش حتى السوشيال ميديا كده حبيبي. ما هو انا لا كده. وبعدين يعني انا هنا لا، انا ثانية هنا واحدة بس بس انا عشان هنا بس أرد على دي. عشان دي نقطه مهمه قوي. انا هنا ما عنديش مشكله مع اللي بتعمله الصحافه عشان ماشي. الكلام لا انا عندي مشكله مع اللي بتعمله الصحافه. تمام. هو ده شغلهم، هو شغله انه يجيب ريتش أيوة ايا طبعاً. كان في الجورنال بتاعه ممتاز في ممتاز. القناه وانا على شغلي اليوتيوب وانا أيا شغلي مكان. ما هو بص خلي بالك من حاجه مهمه جدا. احنا هنا واقعين في حزب بيرما. ليه؟ ده معناه عشان الصحافه ما تجتزئش جزء من كلامي اللي هو الجزء اللي يوديني في داهيه وتغفل الجزء الثاني الكويس. ده معناه ان انا ما اتكلمش خالص. طيب سي ان انا ما اتكلمتش خالص، الصحافه هتطلع تنتقد طبعا. وتشتم وتقول اصله بيتنك واصله. لا بس خلينا طب نسال هو الجمله مفسره نفسها كما ينبغي. انا عندي 2 محترفين وربع عشان المهاجم الاساسي بتاعي ما بيلعبش بشكل اساسي، بس لما بيلعب بيبقى مهاجم خطير وعنده امكانيات وكذا. هو الجمله واضحه جدا مفسره نفسها جدا ما فيهاش طب هو ابراهيم عادل مش ان احنا نجتزئه، ومع ذلك السوشيال ميديا اجتزئته. حلها ان انا ما اتكلمش خالص. لا طبعا. عندي سؤال تاني، هو ابراهيم عادل مش محترف؟ لا هو بيتكلم في الدوريات الاوروبيه. هو عارف بيتكلم كمحترف تقدر يعني تعتمد عليه. كمحترف. عنده ليه هو ابراهيم سيستم، عادل ما عنده- ينفعش تعتمد عليه؟
مش بتكلم لا. على لعيب كوره لا. تقدر تعمل عليه. لا ازاي يعني؟ معلش، ما انا اسف والله، حقك عليا وحقي على ابراهيم عادل وحقي على الدوري القطري والاماراتي لا ابراهيم عادل قوي قوي يا خالد. معلش، انت رحت جبت حمدي فتحي في كاس العالم للانديه كالنادي الاهلي. ايه رايك في حمدي فتحي في كاس العالم للانديه؟ وحش جدا سيء جدا. ابراهيم عادل لما جه عشان جاي من مستوى منافسه عشان صعب جاي أوي. من مستوى معلش منافسه يعني، ما انت منخفض هنا جداً. يعني برضو مستوى المنافسه لا، بتاعك معلش، مش قوي عندك هنا جدا أحسن. يعني. لا انت عندك هنا يعني احسن. عادي يعني. بدليل ايه؟ الاجريشن عندك اعلى بكتير. بدليل ايه؟ بدليل معاك. انه حمدي فتحي عشان بدا يحس بشراسه المنافسه في خط وسط منتخب مصر بعد وجود رجع بيراميدز يعني. امام عاشور ومروان عطيه وكل الناس حتى الجميله دي، وحتى يعني وحتى دونجا طبعا. في الاول عرض نفسه على الاهلي عنده كفايه في العدد، فعرض نفسه على بيراميدز. ليه؟ عشان عايز يرجع للدوري المصري اللي هو ليفل تنافسي اعلى بكتير من الدوري الاماراتي. عشان معلش انا اسف والله، حتى مستوى افريقيا، انا معلش انا اسف، عشان يحجز حتى مكانه في المنتخب. معلش والله العظيم ما اقصدش حاجه خالص، بس مع كامل احترامي لكل انديه الامارات، الزعيم بتاعهم الاهلي لعبوا حتى بسهوله نفسها. انت فاهم قصدي؟ لعبوا بسهوله. سيبك من انت الاهلي ولا مش انت الاهلي، ما انت كسبت الهلال وكسبت النصر وكسبت الاتحاد. قول له الزمالك كسب النصر الزمالك كسب الهلال برضه، بس هو كسب النصر بالمناسبه. كسب الهلال في البطوله، لا اتعادل مع النصر وكسب الهلال. البطوله وديه. القصد عشان ما نفرعش المواضيع. بس دول كان ماتش كومبيتيتيف، وكانت الافضليه طول الوقت للانديه السعوديه. ليه؟ عندهم محترفين، عندهم سيستم، عندهم دوري قوي، عندهم دوري تنافسي، عندهم حلو الكلام. بس انت لما كنت بتلاعب العين طول الوقت الافضليه كانت ليك. سيبك من الكلام بتاع ده هناكلهم اكل وهنعملهم هو جه اكل، انت فاهم قصدي؟ بس الافضليه طول الوقت للاهلي. ليه؟ لان هو في وسط المستوى ده، لا الاهلي افضل بكتير. الاهلي غير يا باشا. نرجع بقى للبوينت اللي انت كنت بتقولها، ابراهيم عادل وحمدي فتحي. لا انا بالنسبه لي ابراهيم عادل محترف يعني. ابراهيم عادل خلينا نقول حاجه ثانيه ازاي يعني مش محترف؟ خلينا نقول حاجه احسن يعني. لا من وجهه نظر كابتن حسام حسن، من وجهه نظر انه هو اصلا ما ينفعش ان المدير الفني بتاعي يطلع يقول على 2 تانيين ومصطفى محمد ويسيبني وانا محترف. انا بالنسبه لي انا كلاعب، لا خلينا نقول على حاجه اهم بكتير. اولا عشان نرد على نقطه خالد في فكره انه لا ما انا ما اتكلمش، لا انا ممكن اتكلم بطريقه اذكى من كده، بطريقه احسن من كده. انا ليه اصلا اذكر عدد المحترفين بتوعي؟ يعني ليه 2 وربع ولا 3 الا تلت ولا 5؟ مش هتخلص من خالد مع افهمك ليه. لا والله يعني انا بتكلم ان انا عندي محترفين فيهم ناس يعني اتكلم بقى عن مصطفى محمد لو قدر يثبت رجله. افهمك ليه انت عايز تفهم ليه، صح؟ بمنتهى البساطه في الدنيا، لما التشكيله بتنزل بتاعت منتخب مصر او القائمه بتنزل بتاعت منتخب مصر، مين اول 3 انت بتبص عليهم موجودين في القائمه؟ طبيعي المحترفين، ال3 المحترفين صلاح مرموش. لما التشكيله بتنزل مين اول واحد بتبص عليه بيلعب ولا ما بيلعبش؟ لا انت بتتكلم انت عشان اهلاوي بتبص على الشناوي اتاخد ولا لا يعني. لا الاربعه عشان يا جماعه ابراهيم عادل لما يرجع ان شاء الله على الاهلي بيقولوا ان هو مش محترف. يا لهوي بزق بس بص انا بقول لك بس انا معاك بص الفكره اعمل الكرسي كده ولا ما انا قلت لك مش هيجيبوا تاني. بس عامه يعني احنا مش محتاجين ابراهيم عادل دلوقتي عشان عندنا تريزيجيه وبن شرقي. ما لما بن شرقي يمشي نرجع. بص المره اللي فاتت كنت بقول لكم كان معايا شاكر وشاعر حلو، وقلت لكم ان احنا مش هنجيبهم تاني، خلصنا من واحد. هو شويه بس استحملوا لنا شويه، هنكمل انا وعاصم ولو شهادة كانت ان شاء الله. لا بس والله انا بتكلم بجد والله. ما ينفعش يا جماعه يبقى حد باسم محترف وما اقولش ان هو مش محترف. ما ينفعش ابقى انا طالع بلعب في نادي تاني بره مصر ولا والله انت عشان انت بتلعب في الدوري الاماراتي فانت مش محترف. اسالك سؤال يا شباب، ما ينفعش. كان عندي مشكله اكبر بعيدا بقى عن نقطه المحترفين، واضح ان مش نوصل فيها لحاجه. نوصل لحاجه. انا كان عندي مشكله انه خلينا احنا بس قبل ما نبدا الكلام متفقين انه كلنا باستثناء شاعر ماشي عشان موضوع الاهلي والزمالك، كابتن حسام حسن ده بالنسبه لنا ليجند، ايقونه ليجند طبعا، يعني من النوادر، من الناس اللي تعدى على الصوابع. مش هقول احسن كذا في تاريخ مصر سواء مهاجم ولا لاعب ولا ايا كان تصنفه ايه، خلينا نقول ان هو من احسن 5 من احسن 10 في تاريخ مصر. يا عم احسن واحد بس ده لعيب تمام كلعيب. لا خليني بس اكمل لك. فانت اسطورتك فين؟ افريقيه ومصريه. اسطورتك اتعملت من كونك لاعب محلي، ده حقيقي. هتكلمني عن مستوى المنافسه وقتها ودلوقتي ده اللي انا مختلف فيه بقى مع كابتن حسام حسن. هتكلمني عن حاجه كتير قوي ما عنديش مشكله، برافو عليك. بس ما ينفعش ان انا
كلاعب اصلا، وانت جيت برضو في اللقاء بقى بتاع الصحفي بتاعك مع المراسل بتاع اون سبورت، وده كان لايف يعني مش مجرد تسريب صوتي، بتتكلم عن فكره انه انا حسام حسن وانا اللي عملت وانا اللي سويت انت عملت ده وايه وانت لعيب محلي؟ يبقى ما ينفعش ان انت تبدا تعيب اصلا في اللعيبه المحليه تصنف. بتاعته. بس هو ما اتكلمش خالص في في اللقاء دوت، او انا ما انا سمعتش بتكلم كويس. ان انت ما ينفعش ابدا ان اصلا تصنف اللعيبه بتاعتك وتبدا تقارن كمان مع منتخبات تانية وتقول هو خلي بالك من شوف حاجه، المنتخب الفلاني خلي بالك معاه من كان حاجه محترف ان هو في اللقاء بتاع اون سبورت اللي هو اللي كان لايف، اللي هو مش تسريب اللي انت بتتكلم عنه، هو ما بالظبط. اتكلمش خالص عن اللعيبه، هو اتكلم طول الوقت ده. دفاعا عن الجهاز الفني. الجهاز الفني ده اللي وصلكم افريقيا، الجهاز الفني ده وبيشتغل هو اللي وبيعمل بيوصلكم كاس العالم، الجهاز الفني ده هو اللي بيشتغل، بالظبط. الجهاز الفني ده اللي بيقبض بالجنيه ما بيقبضش بالدولار. ما هو كان في ناس مكاني دي بتقبض مصيبة دولار سودة والناس أصلاً. كانت ساكته عليهم، وميكالي طلع بيان بيرد فيه على حسام حسن، دي بس نقطة كان مهمة. بيان فيه منتهى الادب. انت حد ليه قرا بقى؟ البيان بتاع ميكالي؟ ليه؟ أيوة طبعاً. ليه؟ قمر طبعا. ليه بقى؟ علم ليه؟ بالشياكه، عور كده ليه؟ شعر. لا ولا علم ولا عور، بس هو اتكلم بشياكه انت بس جدا. عشان هو بس اتكلم ليه؟ لا قول لي عادي. على حاجه في البيان. اصل هو بالمناسبه، اصل انا مش يعني مش هتبسط مع احترامي الشديد لوجهه نظرك، انا اسف، بس انا مش هتبسط انه جاي واحد برازيلي يعلم على واحد ما عشان ليجند المصر، عندنا. ما هو ليجند ده ما احترمش تاريخه يا خالد، بس معلش وعادة كله. هي لا، هو بص، ما عداش هي دي حد النقطة والله. اللي اساس المشكلة. هو ليه بيان ميكالي مفيش حد اختلف عليه ايا ما كان اللي اتقال وايا كان التخبيط اللي هو خبطه، لانه مش هو اللي عامله بمنتهى البساطة. يعني مش او هو بالبلدي كده ما حد طلعش كاتبه له هلفظ يعني؟ بكلمتين. الراجل عنده أوكي. التيم بتاعه، راجل شغال. زي ما بعض الاعلاميين برضو اتكلموا على فكره تصريحات كيروش الدايمه، لما بيروح يمسك اي منتخب في العالم يقول لك امتنا، منتخبنا، بلدنا. هو اللي كاتب الكلام ده؟ هو اللي قايل الكلام ده؟ اكيد لا. ميكالي هل هو راجل ذهنه حاضر وقاعد ممكن فاضي يبقى عنده للدرجه تيم اللي ماشي، لا، لا، خليته؟ مش طبعاً، لا، مشكله لا. يعني. هل هو راجل عنده تمام الذهن الحاضر والوقت الفاضي اللي قاعد فيه بيتفرج على اون سبورت بعد ماتش مصر لا، ولا حد بدأ سمعها اليوتيوب وبعتها وبعتها له له أكيد. فبدأ يجهز الرد وبدأ وحبايب يستشير حسام حسن الناس كتير وبتاع عامة وراح يعني. منزل بيان. بس لا، اللي انا صح. بقوله يا عاصم ان كابتن حسام كان ماشي كويس جدا جدا جدا، وهو ما بيردش على حد، ما هو انا مع احترامي وسايب والله اللي يا شاكر يتكلموا يا شاعر يتكلموا ومش عارف ايه. يا خالد انت مدرب منتخب يا مصر، حبيبي، ما هو انت ما ينفعش تبقى انت اصلا عارف- صدامي مع الناس كلها. انت عارف كنت اسقف له امتى؟ انت دلوقتي من ضمن اللقاء اللي كان في ارض الملعب اللي مع مراسل اون سبورت، لما اتكلم على الجهاز الفني بتاعه ودي ناس مش قاعده بتلعب، ما ينفعش تقول دي ناس ما عندهاش فكره وبتاع، قال كده نصا يعني. اطلع احرج الناس دي يعني. والله انا هتكلم بلسان كابتن حسام حسن، عشان كده بقول لك فين المتحدث او اللي يقول له اتكلم ازاي. انا كابتن حسام حسن بطلع بعد الماتش، والله الناس بتنتقدنا في الاستوديوهات التحليليه، وانا احب اسمع النقد ده واحب استفاد منه في الملعب، بس انا ما بشوفش حد فيهم بينقد بشكل فني، فلو حد فيهم نقد بشكل فني انا هقدر استفاد منه فيما بعد. انا خبطت الناس كلها بمنتهى الادب بمنتهى الاحترام، والجمهور بدون هيلف صوت حواليه. عالي، بدون تون فيها الجمهور عصبيه. ايوه طبعا يا خالد. الكلام لا ده كله الجمهور ليه هقول لك، مثلاً؟ عارف ليه الجمهور هيلف حواليه؟ اصبر يا عشان شاعر. زي ما انت بتقول ان هو ليجند، والناس اصلا يعني الناس اصلا كان عندها حاله اسمها حسام حسن بالظبط. قبل ما يمسك عايزه اللي هو اي حاجه. خلوا حسام حسن يمسك شفتوا المنتخب. اهو، انتوا كنتوا بتقولوا ان هو هيبقى صدامي، لا هو مش صدامي اهو، لا حسام حسن كويس، هيعملوا كده. انت كان عندك لكن شريحه انت كبيره طلعت بتتنطط ما بين امشي مع حسام حسن ولا اللي الناس بيقولوا في القنوات واللي ظهر على ارض الملعب برضو عندهم حق فيه. بالظبط. فانا لو طلعت ان انا اتكلم عن الناس دي واقول ما حدش فيهم بيتكلم كوره، كلموني كوره يا جماعه عشان استفاد منكم، ممتاز. هتلاقي كل الشريحه اللي كانت ما بين البنين هتيجي معايا. لك. حلو. لكن انت بقى طلعت زعقت لنا. او حدش يزعق لي. بص عشان بس ايه ما نخلطش الاوراق. ماشي حلو الكلام. معاك. حسام حسن ماسك بقاله كام شهر اهو. حلو. من اول مؤتمر صحفي عمله، مرورا بكل الانترفيوز اللي عملها من ارض الملعب، بالتصريحات الاعلاميه، بكل الحاجات، لحد او وصولا الى التصريح الاخير اللي هو اللي اثار غضب كل الناس، في كل الانترفيوز وكل المؤتمرات كان بيقول بالظبط اللي انت بتقوله ده. اخد ايه من وراه؟ هل في حد دعمه بالشكل اللي يقول فيه؟ سمعت بس الاخر، سيبك من الناس هل عشان دي نقطه هنروح لها مهمه قوي. هل في حد دعمه بالشكل الماسيف اللي يقدر بيه يواجه كم الضغوط اللي عليه؟ لا. ليه؟ لانه بمنتهى البساطه مع كل مكسب
او مع كل تصريح او مع كل الناس بتنسى كل الحاجات دي، ومع كل تصريح معتدل بيطلع فيه في مؤتمر صحفي او انترفيو بيقول فيه اللي انت بتقوله ده بالظبط، وكلهم كباتننا وكلهم اساتذتنا ومش عارف ايه، واحنا جهاز وطني وبنحب مصر وعايزين ونطلع لقدام والكلام ده كله، مع كل التصريحات المعتدله ومع كل المكاسب اللي بنحققها، الناس طول الوقت بتتكلم على فكره ايه؟ اصل احنا ما بنلعبش كويس، 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 وصولا بقى الى ان لما خسرت من اوزبكستان فبدات الموجه تزيد الى ان انت ما بتلعبش كويس وما بتكسبش. نسيوا ان انت قعدت 13 14 ماتش ما خسرتش ولا ماتش منهم ماتش واحد بس مش رسمي اللي هو قدام كرواتيا في اول بطوله وديه، حسام حسن لعبها والكابتن حسام حسن لعبها. دي ليك انت. طبعا دي فاهم قصدي؟ نسيوا كل ده. ما بنلعبش كويس، متفق بنسبه 100%، بس خلي الحاجه متناسبه مع الحاجه انا ما عنديش اللي اعتراض قدامك. على انت. ممكن اقول حاجه يعني بس اكمل ماشي. يعني وفر، انا اسف والله دلوقتي انا مش بهت، بس بقول نظريه حلو. حوش كل كلامك ده عشان الناس تاخدك على محمل الجد، انت كمشجع او انت كناقد او حوش كل كلامك ده لما تتفضح في افريقيا، اذا اتفضحت في افريقيا. حلو الكلام. وساعتها هتلم الناس حواليك تاني. لو انت دلوقتي رحت افريقيا لعبت بشكل كويس جدا وخرجت كوره وخلاص صباح الفل، بس لا، الناس مش هتسميها كوره، الناس هتسميه اخفاق. حلو الكلام. طبعا. طيب لو رحت زي فيتوريا لعبت وحش جدا، اتعادلت 4 ماتشات، انت شكلك مهلهل في الملعب وطلعت من دور ال 16، ده اخفاق وفشل وفضيحه. حلو الكلام. انت كناقد وانت كجمهور هيبقى عندك حق ان انت تطلع تنتقد حسام حسن وتقول يا اللي ما عملتش ويا اللي ما عملتش ويا اللي ما عملتش، بس انت بتقولها دلوقتي عشان ايه؟ يعني التارجت اللي انت عايز توصل له ايه هو؟ في ظل ان انت حسام حسن وجهازه الفني كسبانين كل الماتشات مع حفظ الالقاب بقى، كسبانين كل الماتشات، متأهل لكاس عالم، متأهل لكاس هتقول لي اصل هو مش انجاز. لا معلش انا اسف، هو انجاز. هنا ما فيهاش الطبقه المتوسطه، فيها الطبقه الغنيه والطبقه اللي تحت خط الفقر، اللي هم ايه؟ اللي هي الطبقه المتاهله الى كاس العالم فهو انجاز، او الطبقه اللي ما تاهلتش لكاس العالم فهو فضيحه بنت لذينه. ما فيش هنا طبقه متوسطه. خليني افسرها لك. الكاميرون ما تاهلتش، نيجيريا ما تاهلتش، ده اخفاق. طبعا. في ظل انه 9 منتخبات بتتاهل من افريقيا لكاس العالم، ده أول ان مرة في انت التاريخ. بالظبط كده ان انت الكاميرون ونيجيريا ما يتاهلوش لكاس العالم، ده اخفاق. بس نظرا للمنتخبات اللي راحت الملحق، ونظرا للمنتخبات لاسامي المنتخبات اللي راحت الملحق، ونظرا لاسامي المنتخبات اللي ما قدرتش حتى تروح للملحق، فالتاهل الى كاس العالم يعتبر انجاز. فدلوقتي انت عندك حسام حسن وجهازه الفني عملوا انجاز، تاهلوا الى افريقيا بدون خساره وتاهلوا الى كاس العالم بدون خساره. ماذا جنى حسام حسن من وراء الانجازات اللي هو عملها دي؟ مزيدا من الضغط، مزيدا من الحديث عن ان هو ما بيلعبش كوره كويس، مزيدا من السوشيال ميديا والهجوم عليه بشكل مبالغ فيه في بعض الاحيان. الامر اللي وصلوه الى اللي انت بتقوله يا شاعر هي فكره ان احنا هنطلع نزعق ونقول احنا جهاز فني وطني، احنا جهاز فني كذا. مش بدافع عنه، ومختلف جدا ومتفق مع شاعر جدا مع لا ما انت متفق مع شاعر. شاعر دي لا ما تسجلها. هي تسجلها ده صح. للتاريخ. كيمو نزلها برومو الحلقه. متفق مع عاصم جدا في القصه بتاعت ان احنا هنطلع بشياكه ونقول اصل وفصل ونفصص الكلام، لان دي اصلا مدرستي في الحوارات. حلو الكلام. بس انا بقالي 3 شهور بعمل ده وما شفتش صدى عندك من ان انا بعمل ده. فانا هقولها لك عند مره مين بقى؟ اتنين هي دي النقطه تلاته. المهمه قوي. عند خالد. النقاد وعند لا، هقول لك بقى على وعند حاجة الجمهور مهمة. وعند كل الناس. هقول لك على بص حاجه بص. مهمه الناس مين؟ اتكلمت انت فيها. عندك ممكن نتكلم باسامي بقى. عندك سيف زاهر دايما بيطلع يشكر في الكباتن حسام. طبعا مع حفظ الالقاب. يعني ماشي. ده شوبير بيقولش على بيطلع حسام حسن الكباتن كابتن، ولا بيقول على اساتذه. سيف زاهر. آه، بيقولش على حسام حسن كابتن، بيطلع بيقول وش على اي حد كابتن غير على فكرة. سيف زاهر بيطلع يشكر في حسام حسن ويقول لك لا ومش عارف ايه. شوبير نفس الكلام. ففكره ان لا النقاد ومش عارف ايه وبتاع وكده، لا الاون سبورت كلها كانت بتدعم كابتن. يعني اون سبورت بالمحللين بتوعها بيدعموا في المنتخب ويقولوا يا جماعه لا احنا عايزين نروح افريقيا واحنا بنلعب، استنوا بس شوفوا مش عارف ايه وبتاع، وبيدعموا في المنتخب وبيدعموا في كابتن حسام. لا كابتن حسام حلو ومش عارف ايه وبتاع. طب ما ده طبيعي. ده اون سبورت ماشي. انت بتقول دلوقتي ان النقاد كانت طب. بينتقدوه. هنروح لام بي سي مثلا، يا حبيبي عندك مثلا ابراهيم يا فايق. بابا
روح اقرا مانشيتات الجرايد، وروح اقرا جرايد الصوت، إيه؟ وروح اقرا السوشيال ميديا، واقرا الويب سايتس، واقرا راي. طب هو لو مدرب منتخب اقول لك على تاني استنى حاجه بس ثانية واحدة استنى بس ثانية بس. ما هو لو مدرب منتخب مصر مش قادر يمسك نفسه على انتقادات ناس في السوشيال ميديا، دي مشكله كبيره لا جدا. انا اسف معلش مع احترامي الشديد ليك، انت خدت ماشي يا سيدي، خليني ورا ماشي وراك. اون سبورت كلها دعمت حسام حسن ماشي، وام سي انت خدت 10 تنفار مع او بغض النظر عن قيمتهم الاعلاميه واسمهم الكبير وكل الحاجات دي، بس في النهايه هم كام واحد؟ هم من أصل كام واحد؟ القناه الرياضيه الوحيده في مصر اللي الناس ممكن ناخد الموضوع من زاويه هي مختلفه. هقول لك وMC على انا ماليش دعوه بالقناه. ازاي؟ ما هم ده هي هقول لك على الناس زاوية بتبقى- حلوة. بالمناسبه انا بس عايز اقول لك على وMC حاجه، مصر يعني. السوشيال ميديا مسموعه اكتر من اي قناه في طبعا. الدنيا طبعا يعني طبعا يعني- طبعا لا. يعني لما تلاقي وهو نفسه اتكلم عنها. لما تلاقي ما في هو لا هو غلط. اتكلم أصل عنها أنا أكتر ما بالنسبة اتكلم لي على ان انا اخد انا الإعلام مدير فني منتخب مصر اسمع للسوشيال ميديا واطلع بقى ازعق. هقول لك بقى على حاجه دي مشكله كبيره جدا. تعالى اقول لك على زاويه مهمه قوي، لازم الناس تبص عليها. واللي انا استغربته ان في اللقاءات او في التحليلات اللي بعد كده عن كلام كابتن حسام حسن محدش تناولها كتير. يعني هو حسام حسن يعني مع حفظ الالقاب طبعا، احنا مشكلتنا في ايه؟ او انا مشكلتي في ايه؟ مشكلتي ان انت اكبر راس في منتخب مصر. صحيح اكبر راس في مظبوط كده. الكوره عامه. خلينا دلوقتي نتكلم يعني. بس على اوضه لا، اللبس أكبر بتاعت راس في منتخب الكورة. مصر. لا مش انا يعني وريد، مريد. لا خلينا نتكلم على اوضه الناس. اللبس بتاعت منتخب مصر. خسرها. انت اكبر راس في اوضه اللبس بتاعت منتخب مصر، فانت ما ينفعش اللعيبه تشوفك بالتوتر ده. انا اتكلمت اكتر على اللقاء اللي دار على ارض الملعب لانه ما كانش لقاء صحفي، والمذيع لو ترجع ومتشاف للقاء والمشاعر واصله للناس بالظبط، كلها. والمذيع في اول اللقاء بيتكلم على الماتش نفسه، وحسام حسن جاي ومجهز كلامه ومجهز هجومه على الناس. فهنا احنا مش بنتكلم في تجهيزك للهجوم، بنتكلم في كم الضغط اللي انت بدأ يطلع منك قدام الناس. ما ينفعش انت كأكبر راس الناس كلها في اوضه اللبس تتحمى فيك تطلع بالتوتر ده. فدي اول نقطه، خصوصا انك كابتن كبير انت مش صغير. فدي اول نقطه. اسطوره. بس خلينا علشان نبقى منصفين شويه ليه. هو انت ايه اللي موترك قوي كده؟ معلش، هو قرار اقالتك ولا تعيينك ولا مرتبك في اول كل شهر ولا الكلام ده كله بيطلع منين؟ السوشيال ميديا ولا من اون سبورت؟ من السوشيال ميديا. من السوشيال ميديا والله. قبل كده كان من السوشيال ميديا. معلش كده؟ انا عندي سؤال، هو حسام حسن مسك المنتخب ليه؟ عشان السوشيال ميديا. لا انا بالظبط ما عنديش كده. اعتراض. لا عشان- مش السوشيال ميديا. لا، عشان لا. حتى وان كان هو جه بناء على ضغط شعبي انا مش مقتنع. نتج عنه توجيهات من وزاره الشباب والرياضه، من اتحاد الكوره، من القياده السياسيه، من اي مكان. عارف. مين الشخص الذي وجه اتحاد الكوره عشان يتعاقد مع حسام حسن؟ ده جه نتيجه لضغط شعبي، لان هم شايفين انه احنا جربنا كل المدربين الوطنيين، حسام حسن يستحق فرصه. حلو الكلام. انا شايف اعتقد انه زي حسام حسن من عاش بمدح الناس مات بذمهم. حلو الكلام. حسام حسن جه عشان خاطر الناس عايزاه، حسام حسن بكره ممكن يمشي عشان الناس مش عايزاه. حلو. فانا هنا حسام حسن مضغوط بسبب السوشيال ميديا. يبقى مظبوط. هنا بقى هو نيجي هيخسر هو للمسؤول. هيخسر الناس بتوع ما السوشيال عشان ميديا ليه؟ استنى بس. لو عمل نتائج وحشه. لا هقول لك يا شاعر. ولو زعلهم زي ما هو طلع زعلهم. هقول لك يا شاعر. هقول لك يعني ما على ينفعش حاجة انا اطلع اقول اللي ينتقدني يبقى بيكره منتخب هقول لك على مصر حاجه مش اهم، واحد. عشان هي دي بقى هي هو ده مربط الفرس. انت كقياده رياضيه في مصر في اتحاد الكوره، انا عارف ان انت بتخضع للسوشيال ميديا والضغط بتاعها والكلام ده كله، ما عنديش اعتراض، بس انت لازم في الاوضه المغلقه تطمن الراجل ده. والراجل ده لو كان اطمن من خلالك ان هو مكمل ومشارك معاك كاس عالم، مش مجرد انك منتظر نتائجه في كاس الامم، ماشي، وكنت طمنته، الراجل ده ما كانش اتوتر. حبيبي انت تسرب لك عقد أيوة. بيقول من اتحاد الكرة عشان كده الشخصية. بقول لك، بس هي عشان دي كده بقول لك عشان يبقى انت مشكلتك معلش، الاساسيه فين؟ احنا مش هنضحك اكبر. احنا مش هنضحك على بعض. احنا كلنا عارفين ان اتحاد الكرة او هاني ابو ريده عامه مش عايز حسام حسن. انا يعني انا عندي دي هنا سؤال. معروف. طب هنا لازم مشكلة- انت طب هنا مشكله حسام حسن ولا مشكله اتحاد الكوره؟ اتحاد الكوره طبعا. طيب ماشي، انت بتنتقد يبقى حسام لا، حسن ليه؟ لا، عشان هنا هو بقى- متوتر دلوقتي. هنا بقى- حسام حسن هو يطلع يزعق للناس يا ما هو خالد، متوتر مضغوط. فما يطلعش يزعق للناس. ده يزعق ما يزعقش ليه؟ ما الناس يعني برضه بتزعق. خلي هو بالك. ابويا ما انت لسه بالمناسبه انت لسه كنت بتزعق لسه دلوقتي بتزعق وعمال جدا. تقول
مش بزعل الناس، اتوترت شويه، انا بزعلك انت وعاصم. ما احنا ناس بالمناسبه واحده بقول لك ايه. ايه، وتروا زياده يلعب كام. انا بس انا يعني شامم ريحه حاجه بتتحرق، فانا اتمنى بس من الجماعه بتوع الاستوديو يا يشوفوا ده ولا هو دم شاعر يعني، بس عايز انا عايز شعر دمي محروق جدا صدقني. طيب طب خلينا بس اقول لك الرأي في النهايه متروك لحضراتكم، طبعا. حضرتك اللي لا بتفصلوا ما بيننا قول في بس النهايه. قول الجمله الشهيره بس. اتفقنا على انا اتفقان. لا انا كنت هقول لكم خلاص كفايه يا كابتن حسام وتصريحاته والمنتخب. الراجل قالها بالشياكه، نقل النقله بالشياكه. اما خلاص ما انتش لازم تقف وترجع. لا انا بس عايز اقول بس ان احنا الاهلي ايه يا جماعه. اتفقنا على نتفق. القرار في النهايه شاعر بينط حاجات غريبه يعني فاهم، بيعمل جامب كات كده في مواضيع. اتفقنا على نتفق. القرار في النهايه ما بين دعم الكابتن حسام حسن وما بين الهجوم الضاري عليه على السوشيال ميديا واستمراره. انا مش شايف، انا هم اللي هيشوف. لا انت شايف فعلا ان كابتن حسام حسن عنده حق في اللي طلع عيله، ولا شايف ان هو لا كان المفروض يهدى شويه في تصريحاته؟ انا ما بشوفش هنا. لا يا خالد لازم رايك. انا ما بشوفش، راجل محايد. انا ما بشوفش. انا بقالي ربع ساعه عارف بقى لو رحت سالته في اي حته تانية انت شايف ايه هيقول لك انا شايف كذا كذا، بس عشان عند كابتن حسام. هو بص انا شايف والله ان انت كنت طول ما انت عامل الكرسي كده والله كنت قمر والله العظيم. انا هرجع شاكل. الفكره في الموضوع، الفكره بقول هجيب عاصم كل حلقه. الفكره في الموضوع ان انا بقالي ربع ساعه بقول رايي، بقول كل الحاجات عن كابتن حسام حسن، ولما انت قلت انتقاداتك قلت انا متفق معاك في الحاجات اللي انا مختلف فيها. لا هو عايزني ابروزها، انت فاهم؟ انا رايي تات 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 تات. هو عايز يحط أنا تيت مش كده دول بقى معينه رأيي. في الحلقه يستخدمها طبعا كتير. طبعا انا عايز اخدها امسكها عليه. أيوة. هو عايز يحبسني صحافه يا عايز- بيه. هو عايز يحبسني فاهم قصدي؟ عايز امسكها عليه. اتفقنا على الا نتفق. الراي في الاخر متروك لحضراتكم ما بين انتقاد ودعم الكابتن حسام حسن. حضراتكم شايفين تصريحات كابتن حسام حسن ازاي؟ قولنا رايكم في الكومنتات، وخلينا نروح للنقطه اللي بعدها عشان شاعر عايز يتكلم عن ال4-1 بتاعه الاهلي. بص قول لنا برشامه انجز. لا عايز اسمع راي عاصم. لا ماشي ودي عايز اسمع راي عاصم. ده لسه هيقعد، ده لسه هيقعد. ده اتبسط قوي. اصل تريزيجيه يعني خلاص يعني عمل اللي هو عايزه وجاب الجون الار2 اللي هو بيحلم بيه وبتاع. العب بقى صحيح. قول بقى. انا بس قلت اول حاجه. عاصم شفت الماتش ازاي؟ شفت الماتش ان احنا بقى معانا مدرب، والمدرب هو اساس اي 11 لعيب يلعبوا كوره في اي دوري في العالم، في اي نمط كرة في العالم، في اي حقبة زمنية كروية في العالم. المدرب هو الاساس. المدرب هو الاساس ليه؟ لان هو اللي في ايده يقرا لعيبته او ما يقراهمش، ياخد اقصى امكانيات من كل واحد او ما ياخدهاش، يحط ايده على عيوب الفرقة او ما يحطش. الاهلي كان عنده عيب دفاعي خطير جدا كلنا عارفينه مش محتاجين نشرحه. الراجل جه اول حاجة قالها لك، ودي فلسفته ودي فلسفة اي مدرب يعوز يكسب بطولة. وده اللي كنا بنقوله بالمناسبة من شوية على روما في ترشيحه للدوري الايطالي وانه يكسب سكوديتو. فكرة دفاعك مش كأرقام، كمنظومة بيخش فيك جوال عاملة ازاي. تمام. كام فرصة امبارح كانت خطيرة على الاهلي لغاية ما دخل فيه الجول الاولاني، دخلنا الجول الاولاني او لغاية ما شبيبة القبائل جاب الجول الاولاني. وحتى الجول الاولاني اللي جه هي عرضية في الطبيعي انت تبقى مقيل شويه مريح شويه بس من ضغط الماتش لغايه ما العرضيه دي تعدي وصباح الفل مفيش اي حاجه بتحصل. دخلت فيه الجول بسبب غلطه، ايا ما كان الغلطه يعني تبع مين عشان ما نخشش في النقطه دي. بس في النهايه انت دفاعين واقف على رجلك. واقف على رجلك ليه؟ لان الراجل حط ايده على عيوب الفرقه. الفرقه اللي دايما مندفعه، اللي كل واحد فيهم بيلعب بشكل فردي. قال لك لا انا عندي مشكله دايما في الدفاع، فانا عندي واحد بيحميه اسمه مروان عطيه. طيب ومروان عطيه يحميه، مين ياخد الكوره التانية؟ ما كانش في حد. تقوليش بن رمضان مع احترامي لامام عاشور، هو وظف ديانج في الحته دي. فقال لك ديانج انت راجل بتعرف تعمل ايه؟ تاخد الكوره التانية وانت راجل بتعرف تتدرج بالكوره كويس على الارض، تاخد بيها 10 15 يارده كده وتحط العيال على كتفك وتجري، ما عنديش مشكله. انت دي حتتك. لو محمد هاني فكر يطلع يعمل عرضيه احميه. لو لقيت زيزو مكمل مع بن شرقي وبيعمل مثلث مع محمد هاني في الحته دي، غطي انت العمق علشان زيزو يسيب الحته دي، وده نقطه زيزو هنجيلها. تمام. دي حتتك. حتتك. راجل عندك ما شاء الله معدل بدني عالي. اجري ورا الكوره، اجري ورا الكوره، مش اجري ورا الكوره بالمعنى الحرفي، لا احمي المساحه اللي بتتخلق لما الكوره بتسيبها. يعني الكوره كانت هنا اتثابت وراحت في حته تانية، فبقى بيه مساحه.
بقى في مساحه تاكد ان في لاعب من الخصم حاطط عينه عليها، احميها. الكره طالعه عاليه او على الارض او اي مكان فيه حد بيقطعها، ركز على الثانيه، هاتها. انا حميد دفاعي محمد هاني واحمد كوك اسمه احمد كوك، تمام، مش مسموح لكم انكم تعدوا نص الملعب الا بحساب، تمام. ده في مرحله عدم الحيازه. طب في مرحله الحيازه تمام كمان برضو تعدوا نص الملعب بحساب. ومحمد هاني مسموح لك ان انت يكمل كتالت مدافعين، يا تطلع بس تفتح الخط عشان تخطف عين الباك اللي مع بن شرقي عشان بن شرقي يخش في الهاف سبيسز. طيب بالنسبه انا لو كابتن، انا لو طلعت على الخط مين هيخش ما بين قلبين الدفاع عشان احضر لعب الثلاثه ورا؟ مروان عطيه. طب بقى مين في الهاف سبيسز في عمق نص الملعب مع ديانج؟ خشيه كوكا. الف ف 4 2 3 1 بقت بتتنفذ. عندك جناحين راس مالهم وقوتهم الهاف سبيسز، وان هم يكونوا ايجابيين على الجول، سواء بن شرقي ولا تريزيجيه. خش يا حبيبي، خش، سيبك بقى من الخط ولعبه الخط. تريزيجيه احنا كنا يعني بنلوم عليه قد كده، فكره الواحد على واحد، واحد على واحد، واحد على واحد، ويكسر وعايز الارض وعايز يعمل كل حاجه. خلاص سيبك بقى من القصه دي وخش بقى في العمق وانتج. بن شرقي نفس الكلام. زيزو انت بتعرف تعمل ايه؟ بعرف امشي مع الكوره في اي حته موجوده فيها، بعرف اخلق مثلث مع اي جوز لعيبه موجوده في الملعب. فمنين ما الكوره تبقى موجوده، زيزو صانع لعب صريح على 10 صريح؟ لا. زيزو جناح يمين؟ لا. زيزو جناح شمال؟ لا. زيزو مع بن شرقي في الهجمه يمين اكتر، ان هو جناح يمين بيخش في العمق. اوكي، ده على الورق، انا بكلمك كادور دلوقتي في الاهلي. الكوره مع بن شرقي بس روح حضر اكتريه الوقت على الناحيه اليمين يعني، بس وش اكتريه الوقت على الناحيه اليمين. كرة مع بن شرقي روح حضر معاه، بيروح كرة مع تريزيجيه روح حضر معاه يعني تمام. الكرة فتحنا بيها طرفين الملعب ووسعنا الملعب على الفرقه بتاعتنا، خليك مهاجم تاني، وديانج هيطلع مكانك رقم 10. هو موظف سيزو صح عامه 100%. وديانج هو ثروب عامل الصراحه توظيفات للاعيبه ممتازه. انا مش هتكلم فني على قد ما انا عايز ادي رساله للعيبه معينه، بس بعد ما تخلص يعني. لو زي مين يعني زي مين احكي لي. يعني انا عندي مشكله مع كابتن شناوي. بقى كابتن دلوقتي يعني، ما علشان اقول انا عايزه زي مع احترامي ليك عايزه يحترم تاريخه معايا، يعني مش معايا انا كشاعر، معايا انا كجمهور اهلي. يعني انا في انا اسف المايك ما عجبوش انا اسف انا عايز يحترم معايا تاريخه، بمعنى ان انت عملت حاجات كتيره قوي حلوه جدا وانا شايلها لك. انا مش عايز ابتدي اقراك، مش عايز ابتدي اقول لك لا خلاص كفايه، عشان انا اوريدي دلوقتي بقول لك لا خلاص كفايه. فمش عايز اوصل مع كابتن شناوي ان هو ابقى خلاص. لا، انا لسه في حته ان هو انت اديت للاهلي كتير، انا بحبك، انت جون حلو، انا بقى فاضل لي شويه غلطتين 3 وخلاص. لا انا مش عايزك في الاهلي، انا عايزك تقعد، عايزك تمشي، انا عايزك الكوره يا جماعه مش غلطه ياسر ابراهيم. وهي الفكره بقى ان هو ابتدى يعمل ايه، يروح رايح خبط على ياسر ابراهيم، عايز يلبسها لياسر ابراهيم. كان وائل جمعه، كان حد ايوه وائل جمعه سعد سمير اول واحد يقابله معلش انت اللي غلطان. انا مش فاهم. لا الكوره واضحه ان هي غلطه شناوي، لانه هو الطبيعي ان هو اللي في ظهر اللعيب يعني. ظهر اللعيب، فهو اللي المفروض ينده ويقول. انا خلاص تعبت، انا بقيت عارف ان ممكن في اي لحظه بص شوطه من بعيد. بص انا هقول لك غلطات الشناوي ايه، انا بقول لك اهو، هو ما اشتغلش على نفسه فيها. لو كره عرضيه بيطلع ويرجع فبتيجي جول، تمام. اي كره عرضيه في كورنرات هو بيقدرها غلط، بيطلع ويرجع وبتيجي جول. شوطه من بعيد جون. شناوي كويس جدا في الريفلكسز، في انه يطلع يقفل، ده حلو جدا، بس هو مخيف. بس اي كره من الكوره بقول لك لو حد شاط عليه من بعيد، انا بستغرب جدا اصلا اي فرقه بتلعب الاهلي ما بتشوطش من بعيد. طول ما الكره قريبه من الشناوي احنا في امان، طول ما الكره بعيده عنه احنا عندنا مشكله. انا مش عايز اكرهه، انا مش عايز اوصل. خلي بالك من نقطه مهمه قوي، احنا جمهور عاطفي او احنا كشعب عاطفي جدا، تمام. فانت دلوقتي مش طايق الشناوي، ايوه صح كده، ولو غلط كام غلطه كمان هتكرهه وهتشتمه اكتر. وانس انه يقول لك انا خلاص هعتزل، هقول لك لا او ليه مش هقول لك لا، بحبه جدا. فده آفة الجمهور. ما هي دي يعني لا انت كده مش تكرهه، احترم تاريخك بقى خلاص. ما عندناش اعتراض انه كده احنا محتاجين نجدد دم، وشوبير يستاهل يا خالد.
اتكلم بقى يا خالد بقى. هيجي وقت وشوبير هياخد، وهيجي وقت ايه شوبير عنده كام سنه؟ وسيحه هياخد، وهيجي وقت وانا كنت شوبير بالمناسبه عنده قاعد مع حد مدرب حراس مرمى كبير، فبقول له مين جون في مصر عنده الكواليتي انه يحترف؟ شوبير. حلو الكلام. قال لي سيحه. سيحه ماشي. قال لي هو اكيد ادرى، خامه ما حصلتش، وامكانيات بدنيه وامكانيات فنيه، ومحتاج بس يلعب شويه. ومن الاجوان هو ما قاليش الوحيد الحقيقه، بس هو اول اسم جه في دماغه. قال لي سيحه عنده كل الكواليتيز اللي ممكن يحترف بيها. فهيجي وقت وشوبير هيلعب، وهيجي وقت وسيحه هيلعب، وكل شوبير انا شايف ان شوبير لو قدم الماتش الجاي كويس، هو شناوي بيقولوا اسبوعين. خلي بالك، ما انت عندك توقف، ما ينفعش يرجع شوبير يلعب. ما انت عندك توقف، هنرجع ناسين كل الكلام ده. غلط. انا شايف ان هو غلط، صدقني. دي اول رساله. تمام. نفس الوضع بالمناسبه الناحيه الثانيه، محمد صبحي لعب من اول الموسم ممتاز، وبعدين اوت اوف نوير عواد اساسي. مع كامل احترامي لعواد طبعا جون كبير، بس محمد صبحي هو المستقبل، وهو الجون الصغير، وهو المفروض تستثمر فيه. فما تفهمش. وعواد برضو عليه ما عليه يعني، ما هوش يعني فت. وبينه وبينك انت لو عايز جون خبره ومستوى ثابت طب ما توقف المهدي سليمان. بالظبط. هو مهدي سليمان ممتاز جامد جدا. فانت بتراهن على فكره، انا يعني او انا على الاقل طول الوقت براهن على فكره الشباب، فكره ان انت بكره بيبدا من النهارده، فكره ان انت عشان تعمل جون كبير، عشان تعمل لعيب كبير، عشان تعمل فرقه كويسه، لازم تبدا تبني الشباب الصغيرين بتوعك. ان جاز تعبير ان هم شباب صغيرين، لان محمد صبحي شباب في لغه الكوره في مصر ما بقوش شباب ايدي مور يعني. 28 سنه صح؟ مين؟ محمد صبحي؟ لا محمد صبحي ممكن 22. ايوه مكان الرقم احنا بالنسبه لنا محمد هاني لسه ناشئ. سنه بجد؟ محمد صبحي 22 25 سنه. مش احنا ده مش صغير خالص باشا يعني. محمد ده مش صغير خالص. محمد عبد الحميد صديقنا العزيز من ورا الكاميرا بيابديت على طول اول باول. باشا محمد هاني لسه ناشئ، فالارقام عندنا في الكوره ضاربه شويه. خليها على جنب. الفتره اللي فاتت يا جماعه لا نضج كرويا جدا، ونضج كمان قياديا في الملعب. لا هاني، محمد هاني بقى استاذ. لا هاني انا بصراحه استاذ. يعني اولا انا عايز اقول مبروك للاهلي. انا ما كملتش رسايلي، انا قلت رساله واحده بس للشناوي. ما افتكرت الثانيه بتاعت محمد هاني. طب كمل الرساله. كنت انا عندي 3 رسائل عشان صاحبه. 3 انا قلت اول شاعر واخد البودكاست صفات حسابات يطلع هنا يقول رسائل يخلص معهوش باقه. اول رساله كابتن الشناوي ان هو خلاص يعني يحترم تاريخه. ثاني رساله لهاني، ما شاء الله عليه والله هاني بجد بقاله السيزون ده من ساعه ما ابتدى وهو هاني رامي كل بقى اللي كان بيتقال عليه، لا هو مركز، شخصيته في الملعب باينه قوي ان هو بقى قيادي فعلا. بقى لسه عنده غلطات ودي حاجه طبيعيه، بس هو في الملعب لا هو من كباتن فعلا. صحيح. الاهلي صحيح. ولعبه في الاهلي فعلا دلوقتي لا هو انت ما تستغناش عن مؤثر جدا. صحيح 100%. فيا رب يا هاني تفضل على كده، كمل بليز، انت جامد جدا. الرساله الثالثه اوكي انت خلاص بقى انت بقيت جبت الارتو بقى خلاص بقى، جبت الارتو بقى خلاص، ارحمنا بقى. والثانيه جت في العارضه هي مش عايزه خلاص بقى. بقيت الهداف تقريبا، ممكن يبقى اكتر اسيست بعد زيزو. مؤثر جدا في الملعب. شيل بقى من عليك فكره ان انت كابتن ماجد. هو دلوقتي بقى افضل كتير من الاول يعني. بالزبط. اخر ماتشين بقى متعاون اكتر. أيوة. ده دور المدرب. ده حقيقي. اللي خلى تريزيجيه متعاون، واللي خلى بن شرقي بيدافع ماشي، واللي يخلي ديانج ملتزم ما بيروح يخش جوه منطقه جزاء كتير. لو فعلا شال من عنده بس فكره ان انا لازم كل ماتش انا اللي اجيب الجون، او انا اللي اعمل اسيست، او ان انا لازم انا عشان انا كابتن الفرقه في الملعب لازم انا اللي اعمل كل حاجه. تريزي هيبقى فعلا هيفيد. هو دلوقتي مفيد جدا للاهلي، بس هيروح لليفل تاني خالص مع الاهلي، لانه مستوى تريزيجيه مع الدوري المصري وحتى في افريقيا لا هو فارق، هيفرق جامد جدا. العقليه تفرق طبعا. فبصراحه تريزي لو سمحت يعني العب بس شويه مع ناس تاني اكتر، هيبقى يروح في حته. خلاص رسائل. عايز امام الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. انا عايز اقول مبروك للاهلي، الزمالك، بيراميدز، المصري، كلهم الحمد لله فازوا في المباراه بتاعتهم باختلاف النتائج. فرساننا المصريين في البطولات الافريقيه الايه. مبروك الاهلي بس ما علينا منتجها. انت فاهم. لا بهزر لا يعني مبروك لكل فرساننا المصريين الاربعه اللي بيلعبوا في البطولات الافريقيه المختلفه. ان شاء الله
في توقف دولي جاي منتخب مصر يلعب فيه كأس العرب. قولوا لنا توقعاتكم بالمناسبة لبطولة كأس العرب والقائمة المستدعاة من جانب الكابتن حلمي طولان. ممكن الأسبوع اللي جاي نتكلم عليها لأنه الوقت سرقنا جدا المرة دي، فممكن الأسبوع اللي جاي نتكلم عن كأس العرب ونبدأ نفتح بقى ملف المنتخب الوطني الخاص بالكابتن حلمي طولان المشارك في البطولة العربية وبطولة كأس العرب، ونبدأ نستفيد في الكلام عليها وعلى اللاعبين والكلام ده كله. مبروك لفرسان المصريين الأربعة، مبروك للميلان، عشان برضو لازم انت بتشوش على نفسك ليه؟ لا انا محايد المره دي. ان شاء الله نقدر نبارك للمنتخب المصري في التوقفات اللي جايه وفي الحلقات اللي جايه، نقدر نحط ايدينا على ملامح المنتخب المصري ونقدر نشوف نتائج للكابتن حلمي طولان تساعدنا ان احنا ننبسط شويه عشان الكابتن شعر انتوا فاهمين. قبل ما نختم شعر شكرا. قبل ما نختم، يوم الجمعه الاهلي هيعمل ايه بعد في إيه؟ الجيش الملكي؟ هيعمل ايه؟ قلت انا هنا ما بقولش، انا ماليش دعوه، انا مالي. توقع ليه لعبه توقعات؟ هيكسب ان شاء الله يكسب، ان شاء الله طبعا. يعني هيكسب هيكسب عشان الواقعيه، مش هيكسب عشان هو قوي. لان انا خايف جدا من الماتش ده، ما اعرفش ليه. هيكسب عشان الواقعيه. انت بقى المدرب بتاعك بقى بيفكر في الملعب. مش بص، في نوعيتين مدربين. في نوعيه مدرب بيشوف معطيات كل ماتش، شوف انا عايز العب ازاي والكلام ده كله. الراجل انتقدوه، انت ازاي قدام سيراميكا كليوباترا ساعه نص نهائي السوبر تنزل بيكهام ماشي وتقلب 3 مدافعين ورا هو ازاي؟ هو الراجل بص واقعي، انا عندي مشاكل، انا امن نفسي واطلع بالنتيجه وده الاهم. ده نوعيه مدربين. في نوعيه مدربين تانية يقول لك لا انا باشا الاهلي، انا اروح كل حته واعمل واضغط. بص اروح اضغط من عند كب الجمهور بتاعهم، انا بص هضغط عليك من موقف الاتوبيس. لا صارتي لما خدنا 5 زي بيولي ماشي، بس بلاش السيره دي ماشي. لا بس بيولي من كان ابعد واقعي نقطه شويه، لا بيولي كان بس واقعي كان شوية. فكره بيولي كان واقعي شويه. فكره الضغط عنده، فكره ان انا لا انا البيج ميلان، انا اروح اضغط عليك من باب وانت بتتغدى قبل الماتش هاجي اضغط عليك. ده ما ينفعش، في واقعيه شويه. فعشان كده بنقول الاهلي توقعي، وان شاء الله بالذات تمني برضو يعني ان هو يكسب. توقع ليه؟ عشان فكره الواقعيه. انا عارف انا بلعب ازاي، عارف انا بقرا الجيم ازاي، بقى عندي ادوات قادر استخدمها يا رب، وبقيت قادر امشي كلامي على اللعيبه. وده بالمناسبه اللي قاله ياسر ابراهيم في اللقاء الصحفي اللي هو طلع فيه، بيتكلم على فكره انت بقيت اقرب للعيبه، وعشان كده اللعيبه بقت حابه تسمع كلامك، مش مجبره تسمع كلامك. انت بقيت عارف امكانيات كل لعيب، بقيت بتتكلم معاه بالساعه و2 و3 و10، فبقيت قادر توصل لدماغ اللعيبه اكتر. فده خلاك تسيب بصمتك اسرع، تمام، وخلاك توصل كمان لكل لاعب هيفيدك فيه بالظبط. صحيح. بس عشان كده بقيت قادر ان انت تحقق يعني انت متفائل وانت حاسس ان الماتش ممكن يخلص تعادل ماتش صعب. قبل ما اختم برضو حاجه تانية بسرعه. عايز، كنت شايف انا بنتقد ازاي كابتن عماد النحاس. هو ماشي كويس جدا مع الزوراء العراقي، ويعني شابو كابتن عماد، يا رب تفضل على كده، بس ما ترجعش الاهلي. شوف لو في اي رسائل تانية عندك اي رسائل تانية عايز تقولها؟ لا خلاص. وجهوا انتوا بقى رسائلكم شاعر في الكومنتات، وهنقابلكم الاسبوع اللي جاي. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. ان شاء الله كانت تبقى حلقة ظريفة على حضراتكم، لحد ما نشوفكم الاسبوع اللي جاي. سلام.